السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكاترتنا الأبطال عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. زي ما حضراتكم شايفين على البورد، النهاردة إن شاء الله البداية الفعلية للكورس التأسيسي الإتشاوي العالمي. وتعالى بقى كده مع بعض نتكلم النهاردة إن شاء الله عن المحاضرة الأولى اللي وعدناكم بيها في الكورس. إن شاء الله بإذن الله في محاضرة النهاردة هنبتدي مع بعض يا صديقي نتناول جميع المعلومات المهمة جدا 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 اللي انت ما سمعتش عنها حاجة ولا في أولى ولا في تانية، وهنستخدمها مع بعض إن شاء الله في تالتة ثانوي بإذن الله. في محاضرة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن علم التأسيس الخاص بالإنسان. المعلومات اللي انا هقولها بس عايزك تاخدها وتحطها في الذاكره ورقه وقلم عشان خاطري، واكتب معايا كل كلمه وكل تركايه هتشوفها على البورد. سمي الله وصلي على حبيبك، ويلا يا دكتور شوقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اولا يا دكاترتنا لما نيجي نتكلم عن الانسان، فانا عايزك بس تبص على جسم حضرتك. هتلاقي يا دكتور الغالي ان جسم الإنسان يتكون من أجهزة. يعني عندنا مثلا جهاز هضمي، جهاز دوري اللي هو القلب والدم والأوعية الدموية، جهاز عصبي اللي حرفيا من خلاله بيتحكم في كل حاجة في جسمك، جهاز تنفسي اللي من غيره تموت يا ابني، أكسجين وثاني أكسيد الكربون وعملية الشهيق والزفير، جهاز إخراجي اللي من خلاله بنخرج كل الفضلات، جهاز بولي اللي من خلاله زي الكليتين والحالبين والمثانة وقناة مجرى البول اللي من خلالهم إن شاء الله يتخلص الجسم من الفضلات ويبتدي يطردها بره الجسم. اهو دي اسمها اجهزه. فجسم الانسان الكبير بيتكون من اجهزه، جهاز جنب جهاز جنب جهاز بيعمل جسم الانسان. سهل قوي. طب يا دكتور لو جينا بصينا على الاجهزه هنلاقي مثلا الجهاز الهضمي على سبيل المثال. تعال نبص مثلا على الجهاز الهضمي. لو حضرتك بصيت على الجهاز الهضمي كنوع من انواع الاجهزه هتلاقيه بيتكون من اعضاء. يعني الجهاز الهضمي عباره عن ايه؟ فم، بلعوم، مريء، معده، امعاء. عضو اسمه المعده وعضو اسمه الامعاء. يبقى الجسم فعلا عباره عن اجهزه، والاجهزه عباره عن اعضاء، والاعضاء يا دكاتره بقى عباره عن انسجه. والله اي عضو عباره عن مجموعه من الانسجه، وان شاء الله سنتناول انواع الانسجه ونعرفها بسرعه كده في الكورس واحنا شغالين. نسيج عضلي، نسيج عصبي، نسيج طلائي. ايه طلائي ده؟ عارف الخليه بتاعت الجلد من بره ربنا طاليها لنا كانها مدهونه بنسيج، وفي خلايا من جوه برضو مدهونه او عامل لها طلاء من الداخل. يبقى كلمه نسيج طلائي يعني حاجه بندهنها من بره او حاجه بندهنها من جوه، ده اسمه نسيج طلائي. يبقى الاعضاء عباره عن انسجه. جميل. طب يا دكتور في اصغر من الانسجه؟ قال لك الانسجه عباره عن مجموعه من الخلايا يا دكتور. يبقى من الاول تاني، جسم الانسان عباره عنها اجهزه، والاجهزه عباره عن اعضاء، والاعضاء عباره عن انسجه، والانسجه عباره عن خلايا. ما تيجي بقى نبص على الخليه ونكبرها تحت الميكروسكوب. لما جينا حضرتك بصينا على شكل الخليه تحت الميكروسكوب اهو، دي كده عباره عن خليه. مالها يا دكتور خليه؟ الخليه عندها من بره غشاء بيقولوا عليه الغشاء البلازمي او الغشاء الخلوي. وعلى فكره يا جماعه الغشاء ده غشاء مثقب بيسمح بمرور مواد من بره لجوه الخليه، ويحدد مرور مواد من بره لجوه الخليه، ويمنع مرور مواد الى داخل الخليه. ايه ده؟ يعني الغشاء بيختار حاجات تعدي وحاجات لا. ايوه، فخد المعلومه دي على جنب. وعايزك تعرف ان الغشاء البلازمي يا دكتور العزيز عنده خاصيه اسمها النفاذيه الاختياريه. اسمها معلش النفاذيه الاختياريه. كلمه نفاذيه اختياريه يعني ايه؟ بيعدي حاجات وحاجات لا. المهم الخليه بتاعتنا من بره عباره عن غشاء يا جماعه اسمه الغشاء البلازمي. وبيني وبينك يا دكتور العزيز انا عايزك تعرف ان الغشاء البلازمي ده موجود في الخليه بتاعة النبات. يعني الخلية النباتية، أي خلية في العالم عبارة عن غشاء بلازمي، سواء كانت خلية نبات أو موجود في خلية تانية اسمها الخلية الحيوانية. الخلية الحيوانية على فكرة زي خلية البشر، احنا بنصنف اننا خلايا حيوانية. فرق ما بينك وبين الحيوان المخ يا صديقي، انما احنا الغشاء البلازمي موجود في الخليه النباتيه، موجود في الخلايا الحيوانيه. من الاول تاني انا بعيد المقدمه. يلا جسم الانسان بيتكون من، قولوا اجهزه، والاجهزه من اعضاء، والاعضاء من
انسجه، والانسجه من خلايا. كبرنا الخليه بصينا عليها لقيناها عباره عن غشاء بلازمي. دكتور الغشاء بلازمي بيسمح بمرور مواد ويحدد مرور مواد ويمنع مرور مواد، بيعدي حاجات وحاجات لا، فيتميز بخاصيه تسمى، قولوا سمعك ها، النفاذيه الاختياريه. جميل، يعني بيعدي حاجات بمزاجه باختياره. طب يا دكتور الغشاء البلازمي ده موجود في الخلايا النباتيه بس ولا في الخلايا الحيوانيه بس ولا في كله؟ في كله. جميع الخلايا يا دكاتره لديها ما يسمى بالغشاء البلازمي. جميل. جينا بصينا على الخليه يا دكتور العزيز، لقينا ان الخليه عندها نواه. يبقى الحسنه اللي انت شايفها دي يا دكتوره اسمها ايه؟ اسمها ايه ها؟ النواه. يبقى اي خليه عندها نواه. ولقينا ان الخليه عندها، نختار انهي لون؟ تعالى اعمل الاحمر يلا ها. عندها ميه عايمه فيها كده، ميه عايمه جوه الخليه. الميه دي سميها لي يا دكتور. اقول لك والله يا ابني الميه دي اسمها السيتوبلازم. وهنا واحده واحده بس. كلمه سيتوبلازم اهي، كلمه بلازم معناها ميه، وكلمه سيتو معناها خليه. فلما بقول لك سيتو بلازم يبقى الترجمه ميه الخليه. فعلا فعلا هي ميه فعلا جوه الخليه. يبقى اي خليه عندها نواه وسيتوبلازم. العلماء بقى قالوا ايه يا دكتور محمد؟ بدل ما نقول نواه ونقول سيتوبلازم، قال لك لا، الاثنين دول كده هنختصرهم في كلمه. سميهم لي لو سمحت. الكتله البروتو بلازميه. اسس نفسك صح، ابوس ركبك. يبقى بدل ما اقول لك نواه وقول لي سيتوبلازم، قول لي لا، هنسميهم على بعض الكتله البروتوبلازميه. وهنا سؤال اتشاوى عالمي، مفيش خليه تقدر تعيش من غير نواه وسيتوبلازم. وبالتالي دكاترتنا خلي بالك ها، النواه والسيتوبلازم اسمهم الكتله البروتوبلازميه. اسمهم معلش ها، الكتله البروتوبلازميه. ودول اللي بيخلوا الخليه اللي قدامي خليه حيه. يبقى نقول لك بص، الف ب اي خليه عندها ايه؟ قولوا بصوت عالي ها. غشاء بلازمي، نواه وسيتوبلازم. غشاء بلازمي ها، نواه وسيتوبلازم. كمان مره ها، غشاء بلازمي ها، نواه وسيتوبلازم. في مشاكل كده؟ حلو. يبقى من الاول تاني، جسم الانسان اكبر حاجه بيتكون من اجهزه، والاجهزه بتتكون من اعضاء، والاعضاء بتتكون من انسجه، والانسجه بتتكون من خلايا، والخليه عباره عن غشاء بلازمي لديه خاصيه اسمها النفاذيه الاختياريه. علل، بيعدي حاجات وبيحدد حاجات وبيمنع حاجات. والخليه من جوه فيها نواه وفيها سيتوبلازم، ومن غيرهم الخلايا تموت يا دكاتره. هم دول اهم حاجه في الخليه، عشان كده بيقولوا عليهم الكتله البروتوبلازميه. وفهمتك كلمه سيتوبلازم معناها ايه. جميل. جوه السيتوبلازم بقى بتسبح مجموعه من الجزيئات، او بيقولوا عليها العضيات. يعني الخلايا تتكون من جزيئات اصغر او عضيات. قال لك ايوه. ايه بقى العضيات اللي جوه؟ هنلاقي مثلا مركب كده عايم جوه الخليه بالمنظر ده، هو مصدر الطاقه. من غيره الخليه تموت. خليه عشان تعيش محتاجه طاقه، وكلمه طاقه في الاحياء يا صديقي العزيز بيقولوا عليها الرمز ده ATP. حد يقول لي ايه الاي تي بي ده؟ انا اول مره اسمع عنه. فعلا انت ما سمعتش عنه قبل كده. كلمه اي تي بي بيني وبينك كده طاقه. كلمه اي تي بي بيني وبينك كده طاقه. يبقى لما اقول لك يا دكتور مين المنظر ده؟ قول لي والله العضي ده اسمه الميتوكوندريا. اسمع اسمه، قول ورايا، قول ورايا بسرعه. ميتوكوندريا. اسمه ايه؟ ميتوكوندريا. وده جوه الخليه يا جماعه، عايم في السيتوبلازم، وهو ده اللي بيدي الخليه الطاقه. يعني ايه طاقه بقى في الاحياء؟ يعني اي تي بي. طب ايه يا دكتور، يعني مع احترام لحضرتك، يعني ايه الاي تي بي ده؟ ما هو الاي تي بي؟ قال لك بص، ده عباره عن مركب اسمه ادينوزين ثلاثي الفوسفات. ادينوزين، قاعده اسمها ادينين ماسك معاها 3 فوسفات. واحد يقول لي امال ايه الاي تي بي دي؟ ما هو الايه اختصار ادينوزين، حرف الايه اهي، والتي اختصار تراي، كلمه تراي معناها 3، والبي اختصار فوسفات. يبقى ده عباره عن ادينوزين ثلاثي الفوسفات، يعني عباره عن قاعده ادينين ماسك معاه 3 فوسفات. واحد يقول لي امال فين الطاقه في الموضوع؟ بص يا حبيبي، واحنا شغالين ان شاء الله الرابطه دي هتاخدوها في طب ان شاء الله، هاي انرجي بوند. الرابطه دي يا جماعه لما بتتكسر بيطلع منها اي تي بي، بيطلع منها طاقه بتتقاس بوحده الكالوريز والجول. يبقى الرابطه دي لما بتتكسر هي اللي بتطلع طاقه. الرابطه دي لما بتتكسر
بينتج عنها طاقه، الرابطه دي لما بتتكسر بينتج عنها طاقه، فاهم؟ وبالتالي يا جماعه نقدر نقول ان الاي تي بي كاي تي بي ملوش لازمه الا لما نكسره. لازم نكسر الروابط او البندات اللي موجوده تو ريليز، يعني اطلع الانرجي اللي انا عايزها او اطلع الطاقه اللي انا نفسي فيها. انت كده فهمت يعني ايه اي تي بي؟ يبقى كده الميتوكوندريا يا جماعه عباره عن عمله الطاقه في الخليه، لانها بتطلع الاي تي بي. والاي تي بي قصدي معلش مش الميتوكوندريا، الاي تي بي هو عمله الطاقه فين؟ في الخليه، من غيره الخليه ما تعيش. وخلي بالك الميتوكوندريا دي ان شاء الله بتحتوي او بيحصل بداخلها عمليات التنفس الخلوي. الخليه ان شاء الله بعد كده تخش في عمليات اسمها التنفس الخلوي، وفي بعض الخطوات عشان الخليه تعمل عمليات التنفس بتحصل جوه هذا الميتوكوندريا. حلو قوي. ده كده بالنسبه للميتوكوندريا. بتلاقي بقى في حاجات كتيره عايمه جوه الخليه. شبكه هنا اسمها الشبكه الاندوبلازميه، اندو عشان جوه، بلازمي يعني عشان عايمه في السيتوبلازم، شبكه اندوبلازميه. في جزء منها بيقولوا عليها الشبكه الخشنه. خشنه ليه؟ عشان عليها العلامات اللي انا راسمها، الاكسات دي. ايه الاكسات دي؟ مركب على الشبكه الاندوبلازميه، تمام؟ اسمه الريبوسوم. اسمه يا جماعه الريبوسوم، بيبقى على الشبكه الاندوبلازميه. فلما لقوا الشبكه دي عليها ريبوسوم، مطبات اسمها ريبوسوم، سموها خشنه. انما الشبكه اللي تحت دي شايفها مش عليها حاجه، مش عليها حاجه، فبيسموها الشبكه الملساء. بيني وبينك الشبكه الخشنه اللي عليها الريبوسوم، الريبوسوم هو المسؤول عن تصنيع البروتين في الخليه. فالشبكه الخشنه مسؤوليتها تصنيع بروتين. انما الشبكه الملساء دي مش عليها ريبوسوم. امال بتعمل ايه يا دكتور؟ قال لك دي بتصنع دهون او ليبيدات. حلو قوي كده؟ تمام. يبقى من الاول تاني، جسم الانسان عباره عن خلايا. حلو. والخلايا لما جينا بصينا جواها لقينا فيها عضيات او جزيئات جوه، زي الميتوكوندريا، زي الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، زي الشبكه الاندوبلازميه الملساء. هنلاقي في جهاز هنا بيضيف تعديلات على انتاج البروتين. انا عايزك تعرف اسمه بس، اسمه جهاز جولجي، ولا علينا في ثالثه ولا نستفاد منه في حاجه، اعرفه بس جهاز اسمه جهاز جولجي. هنلاقي جوه الخليه بقى هنا في جهاز جولجي بيصنع شويه حاجات كده جواها ميه نار حرفيا. انزيمات اهي. ايه دي بقى؟ دي اسمها اللايزوسوم. اسمها يا جماعه معلش ايه اللايزوسوم؟ مهمه اللايزوسوم، مهمه عشان المناعه لما نطلع ثانويه عامه ان شاء الله. اللايزوسوم دي عباره عن اكياس جواها ميه نار، ميه نار حرفيا. البكتيريا لو عايزين نتخلص منها او نتخلص من الاجسام الغريبه نبتدي ندخلها جوه اللايزوسوم. اللايزوسوم يعمل على تحليلها تحليلا تاما، يخلصنا منها. يبقى اي حاجه مضايقاك في الخليه خدها وكبها جوه مين؟ اللايزوسوم. اللايزوسوم ده يخلصك منها ويفرتكها لك. دكتور الرسمه اللي حضرتك راسمها دي شايفها فيها ايه؟ قول يا دكتور والله فيها غشاء بلازمي، فيها نواه وسيتوبلازم، فيها جهاز جولجي، فيها ميتوكوندريا، فيها شبكه اندوبلازميه خشنه عشان عليها مطبات اسمها الريبوسوم اللي بتصنع بروتين، واللي تحت مش عليها حاجه قلنا عليها ملساء ودي بتصنع دهون. وعرفنا ان جهاز جولجي ده بيعمل تعديلات على البروتين، وعرفنا ان الميتوكوندريا هو عمله بيطلع لي اي تي بي اللي هو عمله الطاقه في الخليه، وعرفنا ان جهاز جولجي بيصنع اكياس اسمها اللايزوسوم ودي بتفرتك اي حاجه جواها لانها بتحتوي على انزيمات محلله او انزيمات هاضمه. حلو. دي كده الخليه بتاعتي، دي شكل الخليه. طبعا الخليه الاصغر منها بعد كده في ذرات والكلام ده كل شغل كيمياء. انا اهم حاجه عندي بقى الجزيئات دي يا دكاتره. الجزيئات، تعالى مع بعض كده نمسك الجزيئات ونقسم الجزيئات اللي على حضرتك الى نوعين. قال لك الجزيئات بتاعتنا يا جماعه بتتقسم الى شقين، يا اما ركز معايا كده جزيئات عضويه، يا اما جزيئات غير عضويه. يبقى انواع الجزيئات اللي عليك حضرتك اتنين. اي حاجه في جسمك من البكتيريا للانسان بنلاقي فيها نوعين من الجزيئات، يا جزيئات عضويه يا جزيئات غير عضويه. واحد يقول يا دكتور فهمني يعني ايه جزيء عضوي ويعني ايه جزيء غير عضوي. بص يا عم، الجزيئات العضويه يا دكاتره هي اللي بيبقى دايما لازم فيها الكربون والهيدروجين. يبقى اي مركب لو لقيت فيه كربون ولقيت فيه هيدروجين قول عليه وانت مغمض انه مركب عضوي. تمام. بينما الجزيئات الغير عضويه، بص الكتاب كتب ايه؟ لا يشترط وجود الكربون. زي مين؟ H2O، ميه، ده مركب غير عضوي. هل انت شايف فيه كربون؟ لا. زي ال NaCl اللي هو ملح الطعام. شايفك يلا يلا قمت باصص على حرف السي وقلت لي السي كربون. يا ابني Cl ده كلور يا حماده، كيمياء يابا، كيمياء. يبقى مش كيمياء واحياء بقى، يبقى السي ده كلور مش كربون. يبقى ملح الطعام والميه. تمام. طب انت عندك مثلا السي ايه؟ CO3
في واحد يقول لك حرف السي كربون يبقى ده مركب عضوي. لا يا معلم، لا يا معلم، خلي بالك ان السي او 3 ده عباره عن مجموعه تاخدوها في الكيمياء ان شاء الله، ودي تعتبر مركبات غير عضويه سي او 3. حلو. امال مين بقى المركبات العضويه الغنيه بالكربون والهيدروجين؟ قال لك دول بقى حفظ صم، لازم تحفظهم زي اسمك. الكربوهيدرات، السكريات مليانه كربون وهيدروجين. حلو. الليبيدات، هتقول ايه الليبيدات دي؟ كلمه ليبيدات معناها دهون، اصلا بتتكتب كده ليبيدز، كلمه ليبيدز معناها دهون. حلو. البروتينات، يبقى البروتين مليان كربون مليان هيدروجين، قول عليه مركب عضوي. الأحماض النووية، مش نبوية، نبوية دي تبقى خالتك يلا، اسمها نووية. الحمض النووي ده اللي بيشيل الصفات الوراثية، وهنعرف ان هو ان شاء الله نوعين، حمض اسمه دي ان ايه وحمض اسمه ار ان ايه، وهنتكلم عنهم كمان شوية. يبقى دي مركبات عضويه احفظهم زي قول ورايا. كربوهيدرات، ليبيدات، بروتينات، احماض نوويه. قولهم تاني: كربوهيدرات، ليبيدات، بروتينات، احماض نوويه. كمان مره: كربوهيدرات، ليبيدات، بروتينات، احماض نوويه. كمان مره: كربوهيدرات، ليبيدات، بروتينات، احماض نوويه. دي مركبات عضويه. مالها يا دكتور؟ فيها كربون وفيها هيدروجين. حلو. المركبات دي يا جماعه بقى مركبات مجعلصه كبيره في الحجم، جزيئات كبيره في الحجم. هتقول اشمعنى بتتك على بيره بحرف الب؟ عشان اقول لك ان اسمهم بوليمر. يبقى اي مركب كبير، غنيها معايا زي الراب يلا، يبقى بوليمر. اي مركب كبير ها يبقى اسمه بوليمر. حلو. وكعجرة العاده يا جماعه ان اي مركب كبير اكيد سبحانك يا رب كان بيتكون من جزيئات صغنونه، صح ولا لا؟ قال لك الجزيء الصغنون بحرف النون قول عليه مونيمر بحرف النون، والجزيء الكبير بحرف الب قول عليه بوليمر بحرف الب. حد برنسي يعرف لي البوليمر. هو عباره عن جزيئات كبيره في الحجم اتكونت من اتحاد او تجمعات من جزيئات صغيره في الحجم تسمى مونيمرات. وبيني وبينك بقى العمليه دي اسمها بلمره. البلمره دي هتقول لي والله يا دكتور تعريف البلمره هو تحويل المونيمر الى بوليمر، دي عمليه اسمها بلمره. حلو. طب حد يعرف المونيمر من الرسمه؟ هي عباره عن مجموعه من الجزيئات صغيره الحجم تتجمع مع بعضها لتكون مركب كبير في الحجم اسمه بوليمر، والعمليه اسمها بلمر. حد يعرف لي مين البوليمرات اللي عندك؟ الكربوهيدرات، الليبيدات، البروتينات، الاحماض النوويه. يبقى دي اسمها جزيئات عضويه كبيره في الحجم. تعالى نراجع اللي احنا قلناه من الاول. يلا يا شباب من الاول كده، بسم الله الرحمن الرحيم. انا هقول وانت تقول معايا. جسم الانسان بيتكون من برافو اجهزه، والاجهزه من اعضاء، والاعضاء من انسجه، والانسجه من خلايا، والخلايا عباره عن جزيئات في منها عضويه وغير عضويه. الجزيئات العضويه فيها كربون وهيدروجين زي مين؟ كربوهيدرات، ليبيدات، بروتينات، احماض نوويه. الجزيئات الغير عضويه لا يشترط وجود الكربون زي الميه H2O، زي الملح NaCl. وعرفنا ان الخلايا بتاعتنا شكلها جميل جدا، عباره عن غشاء بلازمي، وقلنا الغشاء البلازمي ده سواء كانت الخليه نباتيه او خليه حيوانيه لازم يبقى عندها دكاتره غشاء بلازمي، وده اللي بيعدي حاجات وحاجات لا، فبيشتغل بخاصيه اسمها النفاذيه الاختياريه. فيها نواه وسيتوبلازمي، الاسم تقيل، سميها الكتله البروتوبلازميه. جميل. وما تنساش يا دكتوره ان الميتوكوندريا بتصنع ATP، وكلمه ATP عباره عن عمله الطاقه، دي اللي بتدينا طاقه. عرفنا ان في جهاز ملوش لازمه دلوقتي اسمه جولجي، ده اللي بيعمل تعديلات على البروتينات وبيصنع الليزوسوم اللي بيحرق وبيفرتك اي حاجه عايزه تخلص منها، بنحللها عن طريق الليزوسوم. الشبكه الخشنه سميناها خشنه عشان عليها ريبوسوم، وده اللي بيصنع البروتين. والشبكه الملساء مش عليها ريبوسوم، وبالتالي ما بتصنعش بروتين، بتصنع دهون. دي رسمة الخلية سريعا، وعرفنا التقسيمة الجميلة بتاعة المركبات العضوية والغير عضوية، وعرفنا ان المركبات دي زي مين؟ الكربوهيدرات، الليبيدات، البروتينات، الأحماض النووية. دي عبارة عن جزيئات ايه بقى؟ كبيرة في الحجم او اسمها بوليمر. يلا بينا بقى نخش في الموضوع ونبدأ بقى نتكلم عن ما شاء الله الجزيئات البيولوجية الكبيرة في الحجم. قلنا 4 حاجات: الكربوهيدرات، الليبيدات، البروتينات، الاحماض النوويه. سم الله وتعالى نتكلم عن الكربوهيدرات او السكريات. اولا يا دكاتره، السكريات بنصنفها الى قسمين: يا اما سكريات بسيطه يا اما سكريات معقده.
حلو، يبقى انواع السكريات 2. سكر اسمه السكر البسيط، وافتكر ان هو بسيط فكل حاجه فيه حلوه، طعمه حلو وبيدوب في الميه ووزنه قليل. يا ابني بقول لك ايه، بسيط وجميل. بسيط، طعمه حلو، بيدوب في الميه، وزنه قليل. على فكره اعكس، انت كسبت السكر المعقد. بص كده على السكريات المعقده، ليس لها طعم حلو، طعمها معفن، غير قابله للذوبان في الماء، ما بتدوبش الميه، وزنها الجزيئي مرتفع، تلاقيها تقيله شويه. طب السكريات البسيطه يا دكتور عباره عن ايه؟ قال لك سميناها بسيط ليه؟ قال لك اصل هي ابسط حاجه ممكن بنلاقيها بتتكون من جزيء سكر واحد، فبيقولوا عليها السكريات الاحاديه. عارف ليه سميناها احاديه؟ لانها عباره عن جزيء واحد من السكريات، سكر احادي، جزيء واحد. طب لو السكر الاحادي مسك مع السكر الاحادي، تفتكروا يعملوا لي ايه؟ اكيد سكر ثنائي، فقال لك خلاص، او بنقول عليها سكريات ثنائيه. يبقى بص السكريات قسمناها نوعين، يا بسيطه يا معقده. البسيطه احاديه وثنائيه، والمعقده سيبها لي زي ما هي، هشرحها كمان شويه. افتكر الاغنيه دي، السكريات نوعين، يا بسيطه يا معقده. البسيطه احاديه وثنائيه، والمعقده سيبها لي زي ما هي. السكر الاحادي سميناه احادي لانه عباره عن جزيء سكر واحد. طب لو احادي مسك مع احادي بيو، هيعملوا سكر ايه؟ ثنائي. برافو عليك، عرفتها لوحدك، ممتاز. تعال بقى نعمل مقارنه ما بين السكريات الاحاديه والسكريات الثنائيه. قبل ما اتكلم عنهم تعالى كده اعمل لك حركه شيك. بص يا عم، اولا لو جينا بصينا على السكر الاحادي، دخل الخط شويه بس ماشي اهو. السكر الاحادي سميناه اولا سكر احادي لانه يتكون من جزيء واحد فقط. عشان كده يا جماعه سؤال علل، هو ابسط انواع السكريات لانه بيتكون من جزيء واحد بس. مين هي بقى السكريات الاحاديه اللي علينا؟ خلي بالك طبعا اولا الكربوهيدرات او السكريات ليها صيغه عامه. الصيغه بتاعتها في الكيمياء سي اتش او اول باي ان، 1 إلى 2 إلى 1. دي رمز الكربوهيدرات. ال N دي يا دكتور محمد، ال N دي بتعبر عن عدد ذرات الكربون. يعني بقول لك مثلا مركب من الكربوهيدرات وعنده 3 ذرات كربون، هتعمل ايه؟ قول لي سهله. اشيل ال N دي واحط مكانها 3 اهو، والله 3 اهو. يلا نوزع بسم الله. 3 في 1 ب3، قول لي خلاص يبقى سي 3. 3 في 2 ب6، قول لي يبقى اتش 6. 3 في 1 ب3، قول لي يبقى او 3، وده رمز السكر. اه والله ده الرمز بتاعه سي 3 اتش 6 او 3. طب حد برنس يعوض يلا. مركب من الكربوهيدرات عنده 5 ذرات كربون، يلا شيل الان وحط 5، اضرب بقى 5 في 1 ب5، قول لي يبقى سي 5. 5 في 2 ب10، قول لي يبقى اتش 10. 5 في 1 ب5، قول لي يبقى او 5. يبقى المركب رمزه سي 5 اتش 10 او 5. ماذا تلاحظ؟ يا دكتور ده انا لاحظت اغنيه ان السي بتساوي الاو والاتش ضعفهم. والله السي ب3 كانت الاو ب3 بس الاتش ب6 يعني الضعف. طب بص السي ب5 كانت الاو ب5 بس الاتش ب10 يعني الضعف. الله، يعني نقدر نكتب اغنيه اتشاويه. انا عايز كل الناس بقى تبتدي تكتب الاغاني دي وتبعتها لي على الواتس، ونبتدي بقى نختار حد الشياكه ملخص زي ما انا ملخص كده. هتقول لي ايه؟ السي بتساوي الاو والاتش ضعفهم. ها، السي بتساوي الاو والاتش ضعفهم، ودي كده اغنيه اتشاويه عالميه لازم تكون عارفها. او لو السي ب3 الاتش بالاو ب3 الاتش ب6. طب يلا العب معايا. لو السي ب4 الاو ب4 الاتش ب8. الله الله الله. لو السي ب6 الاو ب6 الاتش ب12. الله، فعلا السي بتساوي الاو والاتش ضعفهم. خلي بالك القانون ده بينطبق على مين؟ على السكريات الاحاديه. السكريات الاحاديه بقى يا جماعه عندها من 3 ل6 ذرات كربون، عندها من 3 ل6 ذرات. يعني لو لقيت سي 3 سي 4 سي 5 سي 6 ده عباره عن سكر احادي. مين هي السكريات الاحاديه بقى؟ السكريات الاحاديه تم تجميعها يا دكاتره في كلمه فجر، وليس فجر. لا اسمها ايه يا جماعه؟ فجر. اسمها ايه؟ فجر. تعال نبص على كلمه فجر. الف طلع لي منها سكر اسمه فركتوز. الجيم عباره عن نوعين من السكريات، سكر اسمه جلوكوز واخوه اسمه جالاكتوز، يبقى حرف الجيم. والره عباره عن سكر اسمه ريبوز. يبقى انا عايزك بقى تحفظ معايا الاغنيه كلمه فجر. احفظ لي السكريات الاحاديه في الكلمه دي، سهله قوي. الفه فركتوز، الجيم جلوكوز جلاكتوز، الره ريبوز. بيني وبينك
نختار القلم الاحمر. الفركتوز بحرف الف هو سكر الفاكهه بحرف الف. الجلوكوز هو سكر الدم وسكر العنب. والله سكر الدم والعنب. وعلى فكره الجلوكوز هو اسرع السكريات امتصاصا، يعني اكتر سكر بيروح على دمك ويطلع على المخ وجسمك يستفاد منه بسرعه هو الجلوكوز. عشان كده لو عيان دايخ، والحته دي من اخوك دكتور اتش بقى، لو عيان دايخ بيعلقوا له محلول ايه؟ محلول جلوكوز يا ابني. ليه جلوكوز؟ الجلوكوز هو اسرع السكريات امتصاصا. الجلاكتوز هو السكر اللي بيدخل فيه تصنيع اللبن. هو مش سكر اللبن، هو بيدخل فيه تصنيع اللبن. الريبوز بحرف الر، افتكر ان ده السكر اللي هيصنع لي مركب اسمه RNA بحرف الر. يبقى كده انواع السكريات بسرعه احاديه وثنائيه. السكر الاحادي يتكون من جزيء واحد بس، عدد الذرات من 3 ل 6، وانا عرفتك الصيغه العامه عشان تعوض، وغنينا الاغنيه الاتشاويه السي بتساوي الاو والاتش ضعفهم. واوعى تنسى ان انا مجمعها لك في كلمه فجر: الف فركتوز، الجيم جلوكوز جلاكتوز، الره ريبوز. الفركتوز بحرف الف هو سكر الفاكهه، الجلوكوز هو سكر العنب او ده السكر اللي بيمشي في الدم وهو اسرع السكريات امتصاصا. الجلاكتوز يدخل فيه تصنيع اللبن. الريبوز هو سكر RNA، ده اسمه سكر احادي. طبعا يا دكتور عندنا انواع ثانيه من السكريات بقى اسمها السكريات الثنائيه. اسمها فضيحه دي بقى. سكر ثنائي. يعني ايه ثنائي؟ قال لك بص يا عم، يعني من الاخر سكر احادي مسك مع سكر احادي هوبا عاملين لنا سكر ثنائي. انت عارف نفسك ليه؟ طب عايزين نحفظ بقى مين السكريات الثنائيه، وعشان السكر ده يتكون هنستخدم مين من الاحادي مع مين من الاحادي عشان نعمل السكر الثنائي. اولا السكريات الثنائيه مجمعها لك في كلمه اتشاويه اسمها مالك لكاك يا سكر. اهو يا عم مسهل لك الموضوع اهو. مالك افتكر ان سكر اسمه مالتوز، لكاك افتكر انه سكر اسمه لاكتوز، وسكر يبقى اسمه سكروز. مفيش اسهل من كده. يبقى تعالى نحفظ الاغنيه بقى. مالك لكاك سكر، قولوا معايا بقى: مالك مالتوز، لكاك لاكتوز، سكر سكروز. يبقى مالك سكر مالتوز، لكاك لاكتوز، سكر سكروز. خلي بالك طبعا لو عايزين نعرف بقى كل واحد فيهم، المالتوز هو سكر الشعير، اللاكتوز باللام هو سكر اللبن. فاكر لما قلنا ان الجالاكتوز يدخل فيه تصنيع سكر اللبن؟ اهو بقى هنعرف ان شاء الله قصه الجلاكتوز في الموضوع. السكروز هو سكر القصب. حلو قوي. طب تعالى بقى نعمل حركه حلوه كده رايقه. ادي يا عم المالتوز ده سكر ثنائي، يبقى ده عباره عن سكر احادي زائد سكر احادي. حد عنده اعتراض؟ حلو. ادي يا عم اللاكتوز ده عباره عن سكر ثنائي، يبقى عباره عن سكر احادي زائد سكر احادي. حد عنده مشاكل؟ لا. ادي يا عم السكروز ده عباره عن سكر ثنائي، يبقى ده عباره عن سكر احادي زائد سكر احادي. عايزين نعرف بقى كل واحد من دول اسم السكر ايه واسم السكر ايه. هسهل عليك المشوار، اريحك يلا وتدعي لي. طب والله لا اريحك وتدعي لي. كل السكريات الاحاديه يدخل في تصنيعها سكر الجلوكوز. كل السكريات الثنائيه انا قصدي يدخل في تكوينها سكر الجلوكوز. يعني بص، المالتوز عباره عن جلوكوز وحاجه كمان، اللاكتوز عباره عن جلوكوز وحاجه كمان، السكروز عباره عن جلوكوز وحاجه كمان. خلي عندك دم بقى واحفظ الحاجه الثانيه. طب يلا يا عم هسهلها لك. المالتوز 2 جلوكوز، اللاكتوز جاه واكتب لاكتوز تاني. شو اسمه اللاكتوز؟ احط قبلها جاه بس، جاه لاكتوز. السكروز يدخل فيه تصنيعه الفركتوز. يا جماعه مفيش اسهل من كده. المالتوز 2 جلوكوز، قول معايا ها. المالتوز 2 جلوكوز، اللاكتوز حط جاه قبلها، جاه لاكتوز. كده كده الجلوكوز احنا مثبتينه في كله، فاهم؟ السكروز هنزود بس معاه فركتوز. ويبقى كده ده تلخيص لكل السكريات الاحاديه والسكريات الثنائيه. ويلا بينا ناخد البورده الجميله بتاعتنا ونبتدي نبص على الكلام اللي في الجدول. هتلاقيه من اسهل وامتع ما يكون. اقرا معايا صديقي العزيز. بسم الله سم الله. اولا والله يا ابني السكر الاحادي يتكون من جزيء واحد. يا ساتر يا رب، القلم ماله راح كده في داهيه كده. عباره عن من 3 ل 6 ذرات كربون. لا في يا ولاد اهو ماشي، من 3 ل 6 ذرات كربون. القلم متهور ولا ايه؟ يلا ها، حلوه دي زي الفل. من 3 ل 6 ذرات كربون عباره عن ايه؟ مجمع لك في كلمه فجر وليس فجر. الف فركتوز سكر الفواكه، الجيم جلوكوز سكر العنب، والدم زود معاها الدم.
تمام. الجلاكتوز يدخل فيه تكوين اللبن، والريبوز بحرف الر ده ان شاء الله السكر بتاع الار ان ايه. السكريات الثنائيه عباره عن 2 من السكريات الاحاديه وجمعناها في كلمه اسمها مالك لكاك يا سكر. مالك مالتوز وده سكر الشعير، لكاك لاكتوز وده سكر اللبن، سكروز هو سكر القصب. قلنا المالتوز 2 جلوكوز، اللاكتوز جالاكتوز، السكروز فركتوز. دي كده بالنسبه لتقسيمه السكريات البسيطه، السكر الاحادي والثنائي. طب يا دكتور السكريات المعقده بقى، قال لك بص، عارف ليه سميناها معقده؟ قال لك والله اصل السكريات المعقده دي تتكون من اتحاد العديد من السكريات الاحاديه مع بعض. يعني سكر احادي مع 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 سكر احادي هيديك سكر معقد. زي مين بقى؟ 3 حفظ صم: سيلولوز، جلايكوجين، نشا. انا السيلولوز ده بحب اشرحه لوحده. اولا الخليه النباتيه، تعال نفكرك بيها. طبعا انت ولا خدت حاجه ولا عارف حاجه. الخلايا النباتيه يا ولاد، طبعا قلنا اي خليه عندها غشاء بلازمي، يبقى اللي جوه ده اسمه ايه؟ غشاء بلازمي. هتقول له يا دكتور بس في حاجه بره، ايه اللي بره ده؟ ده اسمه جدار خلوي. وعلى فكره بقى بيني وبينك الجدار الخلوي ده مميز قوي قوي في الخليه النباتيه. يعني يا دكتور هل الجدار الخلوي ده موجود في الخليه الحيوانيه؟ لا، امبوسيبل. شفت امبوسيبل دي انا مميز بيها على فكره، امبوسيبل. يبقى خلي بالك بقى الخلايا النباتيه عندها جدار خلوي، انما الخلايا الحيوانيه ما عندهاش جدار خلوي. خلي بالك بس الاثنين عندهم الغشاء اللي جوه اسمه الغشاء البلازمي. فكك بقى، انا يهمني قوي 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 ثانيه واحده الجدار الخلوي. الجدار الخلوي اللي حضرتك شايفه ده يتكون من ماده اسمها سيلولوز. يبقى الماده اللي انا ملونها دي اسمها ايه؟ قول لي والله يا صديقي العزيز تسمى ماده السيلولوز. يبقى لما اقول لك ما اهميه السيلولوز، قول لي يدخل فيه تكوين جدار خليه النبات. يبقى اي جدار بتاع نبات من بره عنده سيلولوز. وعلى فكره السيلولوز هو الراعي الرسمي للمرونه، فتلاقي ان احيانا الخليه بيحصل لها تمدد وما بتتكسرش بسهوله ولا تتقطع، فيها مرونه. السيلولوز هو الراعي الرسمي للمرونه. جميل. ده كده بالنسبه للسيلوز. يبقى لما اقول لك السيلوز عباره عن ايه؟ قول والله الخليه النباتيه عندها من بره جدار خلوي، وجدار الخلوي يا دكتور محمد بيتكون ماده اسمها سيلوز، والسيلوز هو الراعي الرسمي للمرونه. شكرا. طب يا دكتوره هل الخليه الحيوانيه عندها جدار خلوي؟ قلنا امبوسيبل. جميل. طب يا دكتوره مع احترامي ليك بقى، ايه قصه الجلايكوجين والنشا؟ قال لك بص يا عم، الجلايكوجين والنشا دول وجهان لعمله واحده. افتكر بس ان النشا بحرف النون ده عباره عن حاجه موجوده في النبات بحرف النون، بينما الجلايكوجين ده موجود في الانسان او موجود في الحيوان. هتقول لي فهمني. الاثنين دول اللي هو الجلايكوجين ده موجود في الانسان والحيوان فين؟ انا راسم كبد صح؟ قال لك موجود في الكبد او موجود في العضلات. انا راسم صوره عضله اهو. يبقى الجلايكوجين ده هو عباره عن السكر الزياده. بص يا ابني، السكر الزياده لو انت واكل قارب شوكولاته قد كده، السكر الزياده بدل ما بيترمي ربنا بيخزنه لك على صوره جلايكوجين. بس الجلايكوجين ده بقى يا اما يتخزن في كبد الانسان يا اما يتخزن في عضلات الانسان، والسكر ده بيبقى موجود وقت عوزه، عشان لو انت مثلا كلب بيجري وراك او انت مثلا صايم فتره طويله ومحتاج سكر، يبتدي الجلايكوجين اللي في الكبد والعضلات يتكسر ويتحول تاني الى جلوكوز. امال النشا هو عباره عن سكر اضافي مخزن في النبات. يبقى الاثنين سكريات متخزنه، بس النشا ده بيتخزن فين في النبات؟ في حته في النبات ان شاء الله تعرفوها اسمها البلاستيدات الخضراء، والبلاستيده دي بتبقى جوه النبات، ودي اللي بتعمل عمليه مهمه جدا جدا اسمها البناء الضوئي اللي من غيرها النبات يموت. يبقى خلي بالك اهو. هو اسالك سؤال، هل الانسان عنده بلاستيده؟ يعني انت ينفع تقف في الشمس تخضر؟ ما تعصبنيش عليك بقى عشان انا مخي على قدي. هل ينفع انت حضرتك تقف في الشمس تخضر يا ابني؟ لا، ما بيحصلش. يبقى النبات بس هو اللي بيتخزن عنده السكر على صوره نشا، انما الانسان والحيوان بيتخزن عندهم السكر على صوره جلايكوجين في مكان اسمه الكبد والعضلات. ده اللي انا عايزك تطلع بيه من البورده دي. في مشاكل؟ انتهي لي لذيذه وجميله كده. احنا الحمد لله راجعنا سريعا وافتكرنا اصلا يعني ايه كلمه بروتينات، كربوهيدرات. تعالى بقى مع بعض كده نتكلم عن البروتين. مما يتكون البروتين؟ اولا يا ابني والله بروتينات الجسم دي مهمه جدا جدا عشان عمليات النمو. ولو في تلف في الانسجه بيتم اصلاحها، مهمه جدا. من غير البروتين حضرتك مش هتكبر. طب البروتين عباره عن ايه؟ البروتين ده عباره عن جزيء كبير في الحجم اسمه بوليمر، ودكتور اتش اتفق معاك اي مركب بوليمر بيتكون من حاجه صغيره اسمها مونيمر. حلو. البروتين بوليمر بيتكون من ايه؟ قال لك بيتكون من حاجه صغيره اسمها الحمض الاميني.
انت عايز تقول يا دكتور انا عايز اقول ان حمض اميني جنب 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 حمض اميني لو ربطناهم ببعض كده ان شاء الله هيصنعوا لي بروتين. يعني البروتينات الكبيره بتتكون من احماض امينيه صغيره؟ قال لك اي بروتين كبير عباره عن حمض اميني صغير. قولها كده، اي بروتين كبير عباره عن حمض اميني صغير. يبقى الحمض الاميني حمض اميني حمض اميني حمض اميني حمض اميني لما يتجمعوا مع بعض ان شاء الله يصنعوا بروتين. يبقى اي بروتين كبير بيتكون من احماض امينيه يا دكاتره. طب يا دكتور انت قلت لي ان الحمض ده والحمض ده والحمض ده والحمض ده والحمض ده بنربطهم بايه؟ بروابط. اسم الرابطه دي قال لك الرابطه دي بيسموها رابطه بيبتيديه. وهنا هنغني اغنيه اتشاويه. تعالى بقى نغني الاغنيه مع بعض. اهو بص يا باشا، ترتبط. ما اعرفش انا القلم ده ايه اللي بيتخنه كده. لا اله الا الله. مش مهم. بسم الله. يلا. يبقى البروتين عباره عن مجموعه من الاحماض الامينيه، وقلنا ان الاحماض الامينيه دي مرتبطه مجموعه بروابط اسمها الروابط البيبتيديه. الروابط الايه؟ البيبتيديه. وكنا عايزين نغني مع بعض اغنيه. الاغنيه بقى تعالى نغنيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ترتبط الاحماض الامينيه بروابط بيبتيديه. بص الحته دي بقى، بتفاعل نازع للميه. تعال نفهم مع بعض. ترتبط الاحماض الامينيه بروابط بيبتيديه بتفاعل نازع للميه. قولوها تاني كده. ترتبط الاحماض الامينيه بروابط بيبتيديه بتفاعل نازع للماء. طب حته ان في رابطه بيبتيديه فهمناها. ايه موضوع تفاعل نازع للميه ده؟ عشان نفهم بقى القصه دي فلازم ارسم لحضرتك كذا حمض اميني. هرسم لك الحمض الاميني ده مثلا، وارسم لك الحمض الاميني ده، واعمل لك الرابطه اللي ما بينهم، وافهمك يعني ايه تفاعل نازع للماء. واحده واحده. سمي الله وتعالى نرسم الحمض الاميني. اولا ما هو تركيب الحمض الاميني؟ تعالى كده نبص عليه. الحمض الاميني يا دكاترتنا الابطال بيبقى عباره عن ذره كربون. هتاخدوا ان شاء الله في ثالثه ثانوي في العضويه في الكيمياء ان اي كربونه بيطلع منها 4 روابط تساهميه. رابطه 2 3 4. انا باسسك اهو، حتى يا عم خدها كيمياء يا عم. يبقى الكربونه فيها كام رابطه؟ 4 روابط. هنحط هنا يا جماعه ذره هيدروجين اهي، وهنا هنحط سلسله مفتوحه كده سايد تشين بيقولوا عليها مجموعه الالكايل ار، ده رمز ار. خلاص. وطبعا دي عباره عن عدد لا نهائي من المجاميع. يعني ممكن تبقى CH2 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 مفتوحه CH3 اخرها مثلا. يبقى بيشيلوا الرموز دي كلها ويحطوا لها ار، رمز ار. ماشي؟ الكايل. عندك هنا مجموعه رمزها COOH، ودي في الكيمياء بيقولوا عليها مجموعه الكربوكسيل. خلاص؟ ودي مجموعه حامضيه. يلا عايز تعرف يعني. وهنا في بقى رمز اسمه NH2، ودي بيسموها مجموعة الأمين. اسمها ايه يا جماعة؟ مجموعة الأمين. مجموعة الأمين. ودي مجموعة قاعدية. الرسمة دي عبارة عن حمض أميني. يبقى بقول لك الحمض الأميني عبارة عن ايه؟ قول لي عبارة عن ذرة كربون، من هنا ماسك في هيدروجين، من تحت معاه الكايل مثلا، من هنا في مجموعة اسمها COOH ودي اسمها مجموعة الكربوكسيل، ومن هنا في مجموعة رمزها NH2 ودي اسمها مجموعة الأمين. حلو. الكربوكسيل حامضية والأمين قاعدية. جميل قوي. ده حمض اميني. بس اسمح لي اتفق معاك على اتفاق بسيط. شايفين السي او اتش دي اهي؟ سي او اتش. حد عنده مانع لو انا كتبتها كده سي او اتش؟ ما هي والله اقرا كده سي او اتش اهو. سي او اتش. انا حاطط هنا ربطتين عشان الاكسجين تكافؤ ثنائي. يبقى دي اسمها ايه؟ خلي بالك لو ركزت هتلاقي الكربون حواليها 4 روابط اهو. الكربون اهي رابطه 2 3 4. طب بص ال NH2 NH2 حد عنده مانع لو انا كتبتها كده NH2 اهي؟ متهيألي هي ما حدش عنده مانع. طب خلاص يا دكتور ادام هي بقى، ما يلا نرسمها زي ما حضرتك قلت بقى. اهو يلا يا عم نرسمها زي ما حضرتك قلت. COOH انت وعدتنا ان انت هترسمها كده. COOH. اقرا كده
COOH COOH هي. طب ال NH2 انت حضرتك وعدتني انك هترسمها كده NH2 هي NH2 هي NH2. ده كده حمض اميني. اسمح لي يا دكتور ارسم واحد كمان، مش احنا اتفقنا ان احنا نرسم واحد واحد ونعمل رابطه بابتدائيه وتفاعل نازع للميه؟ يلا بقى نرسم واحد كمان. يلا ها سي حواليها كام رابطه؟ قولوا انتوا. 4. سمع. ها اللي فوق هيدروجين، نعملها بالقلم الاحمر. يلا يا عم. اللي فوق هيدروجين، اللي تحت الكايل، اللي هنا COOH كربوكسيل، وهنا NH2 مجموعه الامين. تعالى بقى نبتدي مع بعض نكون رابطه بابتيديه وتفاعل نازع للميه. اولا الحمض ده والحمض ده، دول 2 حمض امين، بيرتبطوا مع بعض ازاي؟ قلنا برابطه بابتيديه. فين الرابطه؟ هنكونها. وقلنا التفاعل اسمه نازع للميه. يعني ايه نازع للميه؟ يعني عشان الرابطه دي تتكون انا لازم افقد ميه. طب ما الميه في الكيمياء عباره عن اتحاد الاتش مع OH. اي اتش هتقابل OH هيحبوا بعض ويغنوا اغنيه بلديك تعالى ويطلعوا جزيء ميه، فانا لازم اوفق ما بين الاتش والOH. قال لك يلا يا عم لو شفت اتش او OH وفق لي ما بينهم في الحلال انت الكسبان. هناخد الاتشايه دي بتاعه مجموعه الامين القاعديه، شايفينها؟ وهناخد الOH دي بتاعه مجموعه الكربوكسيل الحامضيه، فالاتش هتقابل الOH ويطلعوا جزيء ميه، فسموا التفاعل نازع للماء، وساعتها تتكون الرابطه الببتيديه. ترتبط الأحماض الأمينية بروابط ببتيدية بتفاعل نازع للمية. ترتبط الأحماض الأمينية بروابط ببتيدية بتفاعل نازع للميه. وانا فهمتك يعني ايه نازع للماء. يعني هناخد الاتش بتاعت مجموعه الامين وهناخد الOH بتاعت مجموعه الكربوكسيل ويتحدوا مع بعض ويطلعوا جزيء ميه، فتتكون الرابطه الببتيديه. طب يا دكتور، احنا قلنا ان الكربوهيدرات عباره عن سكر احادي، البروتينات عباره عن حمض اميني مونيمر. طب الحمض النووي بقى، قلنا الاحماض النوويه دي نوعين، يا اما يا دكتور اتش هنتكلم عن الDNA، يا اما هنتكلم عن واحد اسمه الRNA. والاحماض النوويه ربنا خلقها لانها تختص بحمل المعلومات الوراثيه. فركز بقى معايا ابوس ايدك. تعالى نفهم بقى الاحماض النوويه تركيبها عباره عن ايه. قال لك الDNA الكبير بيتكون من وحدات صغيره، والRNA الكبير اللي هو البوليمر بيتكون من وحدات صغيره. اسمها ايه الوحدات الصغيره؟ اسمها نيوكليوتيدا. يبقى نيوكليوتيدا جنب نيوكليوتيدا جنب نيوكليوتيدا جنب نيوكليوتيدا هتكون الDNA. نيوكليوتيدا جنب نيوكليوتيدا جنب نيوكليوتيدا جنب نيوكليوتيدا هتكون الRNA. دكتور، مما تتركب النيوكليوتيدات؟ اي نيوكليوتيدات عندها 3 حاجات: قاعدة وسكر وفوسفات. أغنية. أي نيوكليوتيدات عندها 3 حاجات: قاعدة، فبقولوا عليها قاعدة نيتروجينية، وسكر فبقولوا عليه سكر خماسي، ورقم 3 في الآخر عندك مجموعة الفوسفات. يبقى أي نيوكليوتيدات عندها 3 حاجات: قاعدة وسكر وفوسفات. القواعد النيتروجينية يا جماعة عددهم 5 قواعد نيتروجينية، والأسامي اللي أنا هقولها دي أسامي مركبات كيميائية، حفظ صم، لازم تكون حضرتك حافظهم. ما هي أسماء القواعد النيتروجينية؟ قاعدة اسمها أدينين عشان بتبدأ بحرف الA فرمزوا لها بالرمز E. قاعدة اسمها جوانين وعشان تبدأ بالحرف G رمزوا لها بالرمز G. أدينين A جوانين G. قاعدة اسمها سيتوزين وعشان بتبدأ بحرف السي فرمزنا لها بالرمز سي. قاعدة اسمها ثايمين وعشان تبدأ، هي بتتكتب كده في الإنجليزي ثايمين أولها TH، ثايمين أولها TH فرمزنا لها بالرمز T. وقاعدة اسمها يوراسيل ورمزنا لها بالرمز يو. يبقى الأنواع بتاعتنا إيه تاني يا دكاترة؟ عندك أدينين، جوانين، سيتوزين، ثايمين، يوراسيل. دكتور محمد، انا ملاحظ حاجه. ايه يالا ملاحظ؟ ايه يالا في ايه يالا خضتني؟ انت اشمعنى يعني مظلل يعني الثايمين واليوراسيل؟ ما انا اقول لك اهو. بص يا حبيبي، الادينين
والجوانين والسيتوزين الاي والجي والسي دول موجودين في الدي ان ايه وموجودين في الار ان ايه. يعني لما قلت لك عدد القواعد المشتركه، مش انا بشرح دلوقتي الحمد لله وهو الدي ان اي والار ان ايه تركيبهم، يعني عدد القواعد المشتركه ما بين الدي ان اي والار ان ايه قول لي 3. الاي والجي والسي. الادينين ده موجود في الدي ان اي والار ان ايه، الجوانين موجود في الدي ان اي والار ان ايه، السيتوزين موجود في الدي ان اي والار ان ايه. انما الثايمين ده موجود في الدي ان ايه فقط، واليوراسيل موجود في الار ان ايه فقط. يبقى انا بقول لك ايه؟ جميع القواعد التاليه توجد في الدي ان ايه ما عدا الاجابه يوراسيل. جميع القواعد التاليه توجد في الار ان ايه ما عدا الاجابه ثايمين. انت فهمت؟ يبقى قول له معايا بصوت عالي بقى، يلا. ادينين ايه، جوانين جي، سيتوزين سي، ثايمين تي، يوراسيل يو. تاني ها، ادينين ايه، جوانين جي، سيتوزين سي، ثايمين تي، يوراسيل يو. يبقى دي اسمها قواعد نيتروجينيه. عدد القواعد المشتركه 3، الاي والجي والسي موجودين هنا وموجودين هنا، بينما يا جماعه الدي ان ايه عنده ثايمين والار ان ايه عنده يوراسيل فقط. دي موجوده هنا مش موجوده في الباقي. حلو. والار ان ايه مميز باليوراسيل. السكر بقى، السكر اللي بيكون النيوكليوتيد ده قال لك في منه نوعين. يا اما السكر يا دكاتره يبقى اسمه سكر رايبوز، يا اما السكر يبقى اسمه دي اوكسي رايبوز. وهنا لينا وقفه مع الذات. اولا سكر الرايبوز بحرف الر قلناها في السكريات الاحاديه، ده اللي بيخش في تصنيع الار ان ايه. بينما الدي اوكسي رايبوز يبقى ده اللي بيخش في تصنيع دي ان ايه. هتقول لي ما الفرق ما بينهم؟ انا اقول لك الفرق. اولا سكر الرايبوز بيتكتب كده C5 H10 O5. هتقول لي اشمعنى C5 يا اخي؟ ما انا بقول لك سكر خماسي. خماسي يعني خماسي الكربون بقى. ما انت خدت القاعده اللي كانت بتقول CH2O all by N، وقلنا الN دي بتعبر عن عدد ذرات الكربون. فلما بقول لك ان في 5 كربون شيل الN وحط مكانها 5 يا بني، وزعها. 1 في 5 ب5، 2 في 5 ب10، 1 في 5 ب5 اهو C5 H10 O5. يبقى ده اسمه سكر ايه؟ الرايبوز. انما بقى الفكره مش في ده. الفكره يا دكاتره في السكر، الفكره في السكر اللي تحته ده. اسمه ايه بقى السكر اللي تحته؟ اسمه دي اوكسي رايبوز. تعال نكتب الكلمه دي، دي اوكسي رايبوز. يعني سكر الرايبوز اللي دي اوكسي. ايوه مش فاهم يعني ايه دي اوكسي؟ دي معناها منزوع، واوكسي مش اوكسي بتاع الغسيل، لا، الاوكسي ده معناه اكسجين. يعني سكر الرايبوز المنزوع الاكسجين. عارف يعني رمزه ايه؟ C5H10 بص 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 O4. والله لعلم لك عليها مخصوص. ماذا تلاحظ؟ ان سكر الرايبوز عنده 5 كربون زي الديوكسي رايبوز عنده 5 كربون. ان سكر الرايبوز عنده 10 هيدروجين زي الديوكسي رايبوز عنده 10 هيدروجين. ان سكر الرايبوز عنده 5 اكسجين زي الديوكسي رايبوز عنده، ولكن الديوكسي رايبوز عنده 4 اكسجين لانه منزوع الاكسجين. ومجموعه الفوسفات كده كده موجوده هنا في الدي ان ايه وموجوده في الار ان ايه. طب يا دكتور محمد انت هتعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز بقى ارسم لحضرتك رسمه النيوكليوتيده. مش انت قلت ان اي نيوكليوتيدات عندها 3 حاجات، قاعده وسكر وفوسفات؟ هرسم لك بقى نيوكليوتيدة سكر الرايبوز، او نيوكليوتيدة الدي ان ايه، ونيوكليوتيدة الار ان ايه. يلا يا عم، سكر خماسي وقاعده نيتروجينيه ومجموعه فوسفات. ارسم يا دكتور عينيا. ادي السكر الخماسي، هنرسم 8 11 معوجه ووصل بينهم. ده السكر الخماسي. فين يا دكتور 5 ذرات كربون؟ اولا بنبدا من هنا، كربونه الاولى، كربونه الثانيه، هنا دي الكربونه الثالثه، هنا دي الكربونه الرابعه. نحط هنا ال5، قال لك لا هنا في اكسجين. اما فين الكربونه ال5؟ قال لك بص، تخرج من الكربونه 4 رابطه تساهميه وترتبط بالكربونه رقم 5. انا كده خلصت السكر الخماسي. بس في حاجه، الدي ان ايه هنا ده عند الكربونه رقم 3 كده كده بيبقى فيه مجموعه او اتش. طب عند الكربونه 2 هنلاقي اتش بس. ركز ابوس ركبك، اتش ايه بس؟ ده عند الكربونه مين؟ 2. يبقى خلي بالك الدي ان ايه عند الكربون رقم 2 بنلاقي اتش فقط. ده كده سكر خماسي. القاعده النيتروجينيه، قال لك بص يا عم، تخرج القاعده النيتروجينيه من الكربونه رقم 1 برابطه تساهميه. يبقى دي كده
القاعده النيتروجينيه. اللي هي مين القاعده النيتروجينيه؟ ادينين ايه، جوانين جي، سيتوزين سي، سايمين تي. اوعى تقول يوراسيل يو هزعل منك. اليوراسيل يو ده بتاع الار ان ايه، وانا برسم دلوقتي مين؟ دي ان ايه، يبقى استحاله الاقي يوراسيل، هلاقي سايمين او ايه او جي او سي. حلو. ففاضل مجموعه الفوسفات، قال لك خلاص سهله، مجموعه الفوسفات تخرج من الكربونه رقم 5 وبتمسك برضو برابطه تساهميه. في مشاكل؟ حلو. يبقى السؤالين اللي بيجوا هنا ايه بقى؟ القاعده النيتروجينيه ترتبط بالسكر عند الكربونه رقم 1، وتقول له نوع الرابطه دي، قول له رابطه تساهميه. مجموعه الفوسفات ترتبط بالسكر عند الكربونه رقم 5، هيقول لك نوع الرابطه ايه؟ قول له نوع رابطه تساهميه. حلو. تعال نرسم بقى الار ان اي. بص معايا، سكر خماسي ادي 8 11 وصل بينهم، سي 1 سي 2 نفس الكلام، سي 3 سي 4. احط هنا سي 5؟ لا اخص عليه، احط اكسجينه. حلو. وسي 4 يطلع منها رابطه تساهميه وتمسك في الكربون رقم 5، والكربون رقم 5 يطلع منها رابطه تساهميه وتمسك في مجموعه الفوسفات. شكرا. القاعده النيتروجينيه ترتبط بالكربونه برضو رقم 1 ونوع رابطه تساهميه، بس هنا يبقى فيه يوراسيل بقى، او طبعا A او G او C. تعالى لي بقى، تعالى لي على الكربونه رقم 3. كربونه رقم 3 هتلاقي عندها OH. الله، يعني هنا كربونه 3 عندها OH وهنا كربونه 3 عندها OH. الفكره في الكربونه رقم 2 يا صاحبي ان هنا هنلاقي فيها OH. ملاحظ ايه؟ ان هنا في اكسجين عشان هنا كان O5، انما هنا الاوهايه دي اتشالت فبقى O4. ملاحظ؟ يبقى الفرق هنا ان عند الكربونه الثانيه بيبقى فيه OH، انما هنا عند الكربونه الثانيه بيبقى فيه H. يا دكاتره انتهى لي الامور سلسه وواضحه ورايقه وجميله. طب القواعد النيتروجينيه، احنا قلنا القواعد النيتروجينيه عباره عن 5 قواعد، قولوهم: ادينين، جوانين، سيتوزين، وفي طبعا صيمين، وفي يوراسيل. حلو. بس طبعا الثلاثه دول قلنا مشتركين ما بين الدي ان ايه والار ان ايه، انما التي مخصوص للدي ان ايه، انما اليو مخصوص للار ان ايه. العلماء قسموا لنا القواعد النيتروجينيه على حسب عدد الحلقات، ما هي دي كلها مركبات كيميائيه، الاي والجي والسي والتي واليو مركبات كيميائيه، فقسموها لنا على حسب عدد الحلقات. الى ايه بقى؟ قال لك الى صنفين. في عالم بص على القواعد النيتروجينيه لقاها بتتكون من حلقه سداسيه وحلقه تانية خماسيه. قال لك ايه ده؟ ده عباره عن قاعده ذات حلقتين، وعشان هو عالم بقى مسميها قال هنقول عليها يا دكاترتنا الابطال بيورينات، وبتتكتب كده في الطب بيورينز. يبقى لما اقول لك ما هي القواعد البيورينز، قول لي دي عباره عن قاعده ذات حلقتين، واحده سداسيه والثانيه خماسيه. واحد يقول لي ايوه مين من دول عندهم حلقتين، واحده سداسيه وواحده خماسيه؟ قال لك الاي والجي. يبقى الادينين والجوانين بيورينات. قول له معايا بقى، بيورينات ادينين جوانين، بيورينات ادينين جوانين، بيورينات ادينين جوانين، قاعده ذات حلقتين اسمها ادينين جوانين. حلو. عالم تاني بيبص على القواعد دي لا عباره عن حلقه واحده بس سداسيه، حلقه واحده. قال لك ايه القاعده دي؟ ايه دي كده؟ دي كده قاعده ذات حلقه واحده فقط، صغيره وكيوت. اسميها ايه؟ اسميها ايه؟ قلنا سميها لنا بيورينات. غلط، لا بيرميدينات. اسمها يا جماعه بايريميدينز او بالعربي بيرميدينات. البيرميدينات هي قاعده ذات حلقه واحده. طب يا دكتور نحفظهم ازاي؟ الباقي يلا، الباقي مش الاي والجي بيورينات، الباقي. طب الباقي اللي هو مين؟ السي والتي واليو، مجمعها لك في كلمه ستو. كان في اغنيه اسمها ستو انا، عارفها؟ ايه ستو انا اهو، كلمه ستو. السي والتي واليو دي عباره عن ستو. احفظها بقى. لما اقول لك ستك مين؟ قول لي بيرميدينات، قاعده ذات حلقه واحده. دكتور انت بتشرح الكلام ده ليه؟ وايه لازمه القواعد دي؟ عشان انا متلخبط والله. انا حاسس بيك، معلومات بتسمعها لاول مره، والله العظيم حاسس بيك يا ابني. بس معلش لصم معايا كده. وعلى فكره خد بالك لما نخش ان شاء الله في منهج الثانويه العامه اي حاجه ريليتد لحاجات انت ما سمعتهاش انا هعيدها تاني في الحصه الاساسيه. اما انت يا دكتور بتشرح الكلام ده دلوقتي ليه؟ ريفرش. انا مش عايزك تسمع المعلومه جوه عندي في الحصه في السنتر او في الاونلاين لاول مره. انا عايزك تكون واخد عنها خلفيه يا صديقي وتحطها في الميموري عشان تستدعيها وقت الحاجه. تعالى معايا. بص يا باشا، ده كده دي ان ايه. دي ان ايه عباره عن شريطين، شريط وشريط، شريطين. ازاي الشريطين دول ماسكين في بعض؟ قال لك عن طريق القواعد. بنلاقي قاعده ذات حلقتين مرتبطه بقاعده ذات حلقه واحده. بص اعملها لك اهو.
قاعده ذات حلقتين، حتى وصوص واخده مستطيلين اهو، واخده مكعبين يا عم، مرتبطه بقاعده ذات حلقه واحده. قاعده ذات حلقتين مرتبطه بقاعده ذات حلقه واحده. مين هم بقى؟ قال مين بيمسك في مين؟ قال لك لازم واحده من هنا تمسك بواحده من هنا، ولازم واحده من هنا تمسك في واحده من هنا. طب مين بيحب مين؟ قال لك بص، الاي بتحب التي والجي بتحب السي. الاي مع التي بترتبط بربطتين، والجي مع السي بيرتبطوا بثلاث روابط. يعني لو هنا ايه حط لي هنا تي وبعد اذنك حط ربطتين، ولو اخترت ان هنا جي حط لي هنا سي وبعد اذنك حط ثلاث روابط. هنا ايه؟ هنا تي وحط ربطتين. حلو قوي. ده كده بما يخص الدي ان ايه يا دكتور. يبقى في الدي ان ايه القاعده ام حلقتين بترتبط بالقاعده ذات الحلقه الواحده. الاي بتحب التي والجي بتحب السي. الاي مع التي بربطتين والجي مع السي بثلاث روابط. يوم حد يقول يا دكتور هي الروابط دي نوعها ايه؟ اوعى تقول تساهميه، لا لا لا، الروابط دي اسمها روابط هيدروجينيه، وعلى فكره دي روابط ضعيفه وسهله الكسر. هسال بقى اسئله على الدكاتره، ايهما اسهل في الفصل؟ الاي والتي ام الجي والسي؟ شايفك يا غلبان يا اللي قلت ايه وتي، اخصى عليك يا ابو ديل، اخصى عليك. الايه والتي غلط يلا، الايه والتي سهله الكسر، انما صعب الفصل. صعب الفصل لو انا سالت ايه حاجه اللي صعبه الفصل؟ الجي والسي. ليه؟ لان الجي والسي بينهم ثلاث روابط، بينما الايه والتي بينهم ربطتين بس. طب تفتكر مين اسهل في الفصل؟ اسهل في الفصل الايه والتي، اصعب في الفصل الجي والسي. يبقى كل ما عدد الروابط زاد كل ما كان في صعوبة في الفصل بينهم. يعني درجة أو سهولة الفصل ما بين الإيه والتي أكيد أحلى، إنما الجي والسي ما شاء الله في ثلاث روابط. فلو سألتك مين أسهل في الفصل، برافو قول لي الإيه والتي أسهل في الفصل، لأن الإيه والتي ما بينهم ربطتين. مين أصعب في الفصل؟ قول لي الجي والسي يا دكتور، فعلا أصعب في الفصل لأن الجي والسي ما بينهم ثلاث روابط هيدروجينية يا دكاترة. حلو قوي. مقارنه جميله جدا ما بين انواع الاحماض النوويه اهو. عندك الدي ان ايه والار ان ايه. اولا تعال نبدا كده، فكك من اول حته هنشرحها كمان شويه. الدي ان ايه يتكون من سكر اسمه دي اوكسيريبوز، انما الار ان ايه سكر ريبوز. خلي بالك من هنا فيه 4 اكسجين انما هنا فيه 5 اكسجين. تمام. هنا عندك اي وجي وسي. بص هنا عندك اي وجي وسي. ملاحظ حاجه ان انا مظلل لك التي بالاحمر واليو بالايه بالازرق عشان اقول لك ان الدي ان ايه مميز قوي بوجود سايمين. الدي ان ايه لو جينا رسمناه يا جماعه بيبقى عباره عن شريطين اهو، بيقولوا عليه لولب مزدوج او شريط مزدوج، بينما الار ان ايه بيبقى شريط مفرد. خلاص، ولكن في بعض الحالات الار ان ايه مش بيبقى شريط مفرد، عشان كده الكتاب كتب شريط مفرد وقد يكون مزدوج في بعض الاحيان. طب تعالى بص، الدي ان ايه ده هو اللي مسؤول عن حمل الصفات الوراثيه، فبيبقى ثابت بشكل واضح، ما ينفعش الصفه تروح وترجع. بينما الار ان ايه ان شاء الله هنعرف ان الار ان ايه بيصنع البروتين، ومالكش دعوه بالكلام ده هناخده لسه في ثالثه ان شاء الله باذن الله تعالى في الباب الاخير. فاعرف لي بس انه بيتم هدمه واعاده بنائه عشان عمليات تخليق البروتين، انما الدي ان ايه اهميته حمل المعلومات الوراثيه. عندنا نوع واحد بس من الدي ان ايه، انما الار ان ايه هنعرف فيما بعد ان هو 3 انواع. نوع اسمه ميرنا وريرنا وترنا. ميرنا اللي هو الام ار ان ايه، والار ار ان ايه، والتي ار ان ايه. ومحدش سالني دول ايه ولا بيعملوا ايه، انا عايزك تعرف بس ان في 3 اسماء لمركب غريب اسمه ار ان ايه. واحد اسمه ام ار ان ايه، واحد اسمه ار ان ايه، واحد اسمه تي ار ان ايه. ان شاء الله احنا قلنا ان الار ان ايه بيخلق البروتين صح؟ الثلاث انواع دول كل واحد فيهم هيبقى ليه وظيفه في عمليه تخليق البروتين، وهتشرح له لك في ثالثه ان شاء الله، هنشرحهم في ثالثه بالتفصيل. المهم بس اعرف لي دلوقتي الجزء ده. طب بالنسبه للاماكن، بص يا باشا، لو جينا بصينا على الاماكن فركز معايا الرسمه دي. دي خليه ماشي، ودي مثلا النواه. طبعا الغشاء بتاع الخليه بيبقى مثقب بس احنا مش مهم. ده كده النواه، والميه اللي بره دي مين؟ طبعا السيتوبلازم. حلو حلو. اسمح لي اكبر النواه شويه. دي النواه، ونغير احنا بقى لون السيتوبلازم اهو. فين يا باشا الدي ان ايه؟ قال لك الدي ان ايه اهو بيبقى جوه النواه. اظن الرسمه فاتحاه. يبقى ده مين ده؟ قول لي ده الدي ان ايه قاعد جوه النواه. يبقى مكانه فين الدي ان ايه؟ هتلاقيه في الجدول في النواه. الدي ان ايه ده يا ولاد ان شاء الله ده الكينج. الكينج ده هيعمل ايه؟ هننسخ منه كوبي بيست، هننسخ منه مركب اهو، شريط مفرد اسمه ار ان ايه. يبقى الار ان ايه فين دلوقتي؟ في النواه. العمليه دي اسمها نسخ. اسمها ايه؟ نسخ. بعد ما الار ان ايه اتنسخ هيطلع ان شاء الله عن طريق فتحات النواه ويروح يقف في السيتوبلازم. ده الار ان ايه. وقف فين؟ في السيتوبلازم. وهو واقف في السيتوبلازم
هيجي له مركب يقف فوقه بالشكل ده، اعرفوه اسمه ريبوسوم. والريبوسوم هو اللي هيترجم الار ان ايه، يبقى العمليه دي اسمها ترجمه. ونواتج الترجمه ان شاء الله تصنيع البروتين. من اول تاني، الدي ان ايه جوه النواه هننسخ منه الار ان ايه، يبقى الار ان ايه اتنسخ فين؟ في النواه. وبعد ما الار ان ايه اتنسخ في النواه ساب النواه وراح وقف في السيتوبلازم. وهو في السيتوبلازم جاله المركب اللي شبه السندوتش ده اللي اسمه ريبوسوم. والريبوسوم بحرف الر قام عامل له عمليه ترجمه بحرف الر وقام مصنع البروتين بحرف الر. حلو قوي. يبقى اسالك بقى للمنظر كده، اديني مكانه فين؟ قول لي والله انا شايف اديني في النواه. طب الار ان اي، قول لي لا 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 لا، في ار ان اي في النواه وفي ار ان اي في السيتوبلازم. يبقى الار ان ده ممكن نلاقيه في النواه وممكن نلاقيه في السيتوبلازم. والرسمه دي جامده جدا 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 عشان تفهمك الحته اللي جايه. قال لك اهو يا باشا بص كده بسم الله، الدي ان اي يوجد داخل النواه، وادي الرسمه وادي النواه، والدي ان اي كان قاعد جوه النواه بالشكل ده. انما بقى الار ان اي لا 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 لا، ده اتصنع في النواه في عمليه اسمها نسخ، وبعد كده طلع بره في السيتوبلازم عشان يحصل له عمليه ترجمه. يبقى يتكون في النواه وينتقل الى السيتوبلازم، فيمكن رؤيته في النواه ويمكن رؤيته في السيتوبلازم. المقارنه دي انا جايبها لك من ملزمه انا بشرح فيها لطلبه الطب الزقازيق. ان شاء الله باذن الله طبعا لما ربنا يكرمكم كده تخشوا طب، فانا هديكم ان شاء الله في اولى وثانيه بشري ماده اسمها البايو كيمستري في طب بشري. فاخوكم باذن الله تعالى مكمل معاكم رحله الطب باذن الله. فانا جايبها لك من مذكره انا بشرح منها لطلبه الطب، يعني جميل قوي عشان احسسك بس ان انت واد برنس واتاسست صح. بص انت كده فهمت ده كام شريط؟ بسم الله هتقولي والله ده شريطين يبقى ده دي ان ايه. حلو. طب ده كام شريط؟ قول لي والله ده شريط واحد يبقى ده عباره عن ار ان ايه. جميل. طب يا دكتور ده عباره عن ايه ماسكه مع تي وبربطتين، مثلا جي ماسكه مع سي وبثلاث روابط، يبقى القواعد اللي بتربطهم ايه وتي او جي وسي. طب بص كده السكر اهو، ده السكر، الكربونه الثانيه فيها اتش. طب بص كده السكر هنا الكربونه الثانيه فيها او اتش يا ابن اللذينه. طب يا دكتور القواعد دي حتى في طب مش عليك قوي شكلها، بس انا بس عايزك تعرف الاسماء، ان السي والجي والاي موجودين في الاثنين. اليوراسيل اللي هو قاعده يو موجوده في الار ان اي بس، والقاعده تي اللي هي الثايمين موجوده في الدي ان اي بس. ده اللي انا عايزك تطلع بيه من الرسمه دي. خلاص ماشي. انت كده فهمت يعني ايه كربوهيدرات سريعا، ويعني ايه ليبيدات، سوري يعني ايه بروتينات، ويعني ايه احماض نوويه. عندك بقى الجزء الرابع الا وهو الليبيدات. كلمه ليبيدز معناها دهون. طب يا دكتور الدهون دي مهمه؟ اه طبعا، ده مصدر طاقه غشيم. ده انا عايز اقول لك ان الدهون تعتبر الطاقه اللي موجوده في الدهون اكتر من الطاقه او اكبر من الطاقه اللي في الكربوهيدرات او السكريات. يعني انت لو جبت دهون وجبت كربوهيدرات، مين عنده كم طاقه اعنف؟ الدهون. طب مين اللي بيديك الطاقه بشكل اسرع؟ الكربوهيدرات. ماشي. تعالى بقى نبص بصه سريعه على الليبيدات ونفهم قصتها ايه. يلا بينا مع بعض. الليبيدات اللي هي الدهون يا دكاتره قصتها ايه؟ ركز معايا لو سمحت. والله يا ابني الدهون دي عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن كحول. هنا انا عايزك تعرف الكلام ده ليه حضرتك، يعني كحول كده اسمه الجليسرول. تاخدوه في طب ان شاء الله. كحول اسمه ايه؟ جليسرول. الكحول ده طالع منه ثلاث روابط، ادي رابطه 2 3. الرابط دي اسمها رابطه الاستر. استر اعرف الكلام ده، يبقى رابطه اسمها استر. الكحول اللي اسمه ده اسمه كحول الجليسرول، طالع منه ثلاث روابط اسمها رابط ايه؟ استر. انا بكتبها لك اهو. بيمسك هنا حمض دهني ويمسك هنا حمض دهني ويمسك هنا حمض دهني. المنظر ده بيقولوا عليه تراي ايسايل جليسرول، الدهون الثلاثيه. ليه؟ كحول الجليسرول ماسك معاه 3 حمض دهني، يبقى عباره عن 3 احماض دهنيه ماسكين مع جزيء جليسرول. وانا فهمتك ان الجليسرول ده عباره عن كحول اهو، كحول اسمه جليسرول ماسك معاه 3 حمض دهني. الدهون يا جماعه بنقسمها لثلاث اصناف. عندك دهون اسمها الدهون البسيطه وده ابسط الانواع، ودهون اسمها الدهون المعقده ودي مهمه جدا 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 مهمه جدا، ودهون اسمها الدهون المشتقه. انا كثالثه ثانوي ان شاء الله ايه المعلومات اللي تهمني؟ الدهون البسيطه زيوت ودهون فكك منها، انا يهمني الشموع. الشمع ده عباره عن طبقه اسمها طبقه الكيوتين، ودي اللي هتطلع معانا ثالثه ان شاء الله. طبقه الكيوتين انا راسم لك ايه دي؟ ورقه. الكيوتين دي طبقه بتبقى موجوده على الورق بتاع الشجر. طب الورقه دي ربنا خلق عليها ايه؟ تقول لي والله خلق عليها ماده اسمها كيوتين. طب هو الكيوتين ده لازمته ايه؟ هنا بيبقى فيه ميه يا ابني. بدل ما النبات يفقد الميه كلها ويحصل له جفاف، فربنا بيحط له طبقه الكيوتين. ليه؟ عشان يقلل فقد الماء، يعني بيعمل حمايه من الجفاف. ولا الدهون دي كانها موجوده
ولا الزيوت ده كانها موجوده. الشموع انا اهم حاجه عندي انها طبقه الكيوتين بتقلل فقد الماء اثناء عمليه النتح. ايه عمليه النتح دي؟ كلمه نتح معناها فقد الماء على هيئه بخار. يبقى لما النبات بيفقد ميه دي اسمه نتح، بينتح. انا عايز اقلل النتح بقى او اقلل فقد مين؟ فقد الميه. الدهون المعقده بيقولوا عليها فوسفوليبيدات. فوسفو عشان فيها عنصر الفوسفور. موجوده فين؟ في الغشاء البلازمي. خلاص، موجوده في الغشاء البلازمي. يبقى لما اقول لك الغشاء البلازمي، الغشاء بتاع الخليه اللي كان بره ده بيتكون من ايه؟ قول لي بيتكون من دهون اسمها فوسفوليبيدات. طب حته الغشاء البلازمي دي هل مهمه يعني هل مثلا حضرتك شايفها يا دكتور مهمه؟ قال لك اه مهمه في ايه؟ في باب الهرمونات ان شاء الله لما نطلع هنعرف لو ده الغشاء بتاع الخليه. الفوسفوليبيدات دي دهون، احنا قلنا الغشاء ده عباره عن دهون. هناخد ان شاء الله باب اسمه الهرمونات. الهرمونات ده يا جماعه بتنظم الجسم. الهرمونات دي بتنظم الجسم. فالهرمونات دي نوعين. في هرمونات اسمها الهرمونات الاسترويديه. كلمه استرويديه يعني هرمونات دهنيه. والدهون في قاعده بتقول انها بتعدي من طبقه الدهون. يعني الهرمونات الاسترويديه دي تقدر تعدي من الغشاء. واحد يقول لي ليه؟ ما هو هرمون استرويدي يعني هرمون دهني، والغشاء فوسفوليبيدات يعني دهون، والدهنه بتعدي من الدهنه. من الاخر يبقى الدهنه بتعدي من الدهنه. فربنا يخلق لها المستقبلات اللي بتشتغل عليها جوه الخليه. ما بص، اي هرمون ده الهرمون اهو عشان يشتغل لازم يشتغل على مستقبل. لو المستقبل ده مش موجود مش هيشتغل. طب ليه ربنا خلق للهرمونات الاسترويديه المستقبلات جوه؟ لان ربنا خلقها وعارف انها هتقدر تعدي من ثقوب الغشاء البلازمي او تقدر تعدي من الغشاء البلازمي. انما في هرمون تاني هناخده ان شاء الله في ثالثه اسمه الهرمون البروتيني. طب بالله عليك بروتين يقدر يعدي من طبقه الدهون؟ لا. فربنا يضع له المستقبلات من الخارج، يركب على المستقبل من بره، يركب على المستقبل من بره. فهمتوا حته الفوسفوليبيدات ده اللي انا عايزه؟ غير كده لا. الدهون المشتقه، الكوليسترول مش محتاجها قوي. الاسترويدات قلنا دهون. لازم تعرف بقى مين الهرمونات الاسترويديه. يعني الهرمونات اللي بيدخل في تكوينها حلقه استيرويد. مين؟ الكورتيزون، يعرف اسمه، التستوستيرون، الاستروجين. يبقى دي اسماء بس تعرفها لغايه لما نطلع ثالثه ان شاء الله نشرحها لمعاليك بالتفصيل الممل. السلايد الجميله الرايقه، الفرق ما بين الخلايا النباتيه والخلايا الحيوانيه. فكك من الرسمتين، انا اعلم على الحاجات اللي تخصني. دي ودي ودي. بص يا باشا، بسم الله الرحمن الرحيم. الغشاء الخلوي موجود في الاثنين، سواء نباتيه او سواء حيوانيه، الاثنين عندهم غشاء خلوي. المميز الجدار الخلوي. الجدار بيبقى موجود في النباتيه بس. البلاستيدات الخضراء اللي بتعمل بناء ضوئي موجوده في الخلايا النباتيه بس، انك ما بتقفش في الشمس وتخضر. المميز هنا الجسم المركزي. الجسم المركزي ده هو المسؤول عن انقسام الخليه. ده مش موجود في النبات. ما دون ذلك كله موجود. هنا في نواه سيتوبلازم وفجوه عصاريه، هنا في نواه سيتوبلازم وفجوه عصاريه، في شبكه خشنه وفي شبكه مخشنه، في شبكه ملساء في شبكه ملساء، في جولجي وفي جولجي، في رايبوسوم وفي رايبوسوم، في بتنجان وفي بتنجان. هي الاختلافات في الحاجات اللي انا قلتها بس تحفظها صم. خلايا نباتيه مميزه بوجود البتاع البلوى اللي بره ده. هو الجدار مين ده هاله؟ الجدار مين؟ الجدار الخلوي اللي بره. ومميزه جدا 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 بالحتت الخضراء دي اللي اسمها البلاستيدات الخضراء. والخلايا الحيوانيه مميزه بالجسم الايه؟ المركزي. ما دون ذلك كله مكرر. الانسجه بتاعت الانسان بقى او الانسجه الحيوانيه، عندنا نوعين من الانسجه. عندك انسجه ضامه، ودي تخص ثالثه هنستخدم منها حاجه مهمه، النسيج الضام. النسيج الضام ده يا ولاد بنقول ان مثلا لو في خليه وفي خليه بيبقى في ماده ما بينهم اسمها الماده الخلاليه او البين خلويه. على حسب الماده دي بنحدد نوع النسيج. لو الماده اللي بتربط الخلايا مثلا صلبه بيقولوا عليه نسيج ضام هيكلي، وده اللي يخص ثالثه نحفظه صم. النسيج الضام الهيكلي ده بيبقى موجود في العظام والغضاريف. الماده الخلاليه اللي بتربط العظام والغضاريف صلبه. طب لو الماده دي سائله بيقولوا عليها نسيج ضم وعائي زي الدم. زي مين؟ الدم. طب الماده دي احيانا ممكن تبقى على درجه عاليه من الصلابه والمرونه، يعني مش صلبه قوي، مش بيقولوا عليها دم اصيل. زي مين؟ اللي موجوده في طبقه المصاريقه وطبقه ادمه الجلد. الادمه دي الطبقه اللي بره. خلاص؟ يبقى دي انسجه ضمه. انا اهم حاجه عندي مين؟ رقم 2، عشان الباب الاول ان شاء الله الدعامه والحركه مهم جدا جدا تكون عارف النسيج الضم الهيكلي ده. زي مين؟ زي العظام والغضاريف. طب يا دكتور، الانسجه الطلائيه قلنا دي بتدهن الحاجه من بره او بتبطن الحاجه من جوه. يبقى لو انا عندي الجلد اهو ممكن ابطنه من بره، او لو عندي مثلا وعاء اهو ممكن ابطنه منين؟ من جوه.
طب اساميهم مهمه؟ لا. قصتهم مهمه في ثالثه؟ لا، ولا عليك حاجه دلوقتي، حاليا في ثالثه منهج ثالثه. فالانسجه الطلائيه دلوقتي حطها لي على جنب بس. وحتى الاسماء، نسيج بسيط، نسيج مكعبي يعني بيبقى واخد شكل مكعبات، نسيج عمادي واخد شكل عمدان، نسيج مصفف يعني بيبقى فيه اكتر من ايه، اكتر من صف. فكك من الكلام ده، انا اهم حاجه عندي الانسجه الضمه عشان ثالثه ثانوي. نسيج ضم هيكلي زي العظام والغضاريف. السلايد دي في اي بي، دي حرفيا ثالثه ثانوي وش، يعني كله كوم. والسلايد دي انا عايزك تديني فيها تركيزك يا بص. اقفل دلوقتي الفيديو ومغسل وشك وتعالى اسمع السلايد دي، انا بحذرك. الانسجه العضليه، بص يا حبيبي، العضله هو العضو المسؤول عن الانقباض والانبساط. يبقى اللي بيعمل انقباض، ما تبصش العضله عشان ما تحسدش، اللي بيعمل انقباض وبيعمل انبساط العضلات. ايوه يا دكتور، مين بيعمل الكلام ده؟ حاجه جوه العضله اسمها الليفه العضليه، انا اسف، حاجه اسمها الليفه العضليه. على فكره الليفه العضليه دي هي الخليه العضليه. انت عارف ان في امتحان ثانويه عامه دفعه 2025 قال لهم مرادف كلمه خليه كانت الاجابه في الاختيارات ليفه عضليه؟ يبقى كلمه خليه عضليه هي كلمه ليفه عضليه. يبقى بقول لك الياف عضليه كاني بقول لك خلايا عضليه. حلو. العلماء قسمونا العضلات الى نوعين، انا اسف 3 انواع: عضلات هيكليه، عضلات قلبيه، عضلات ملساء. يبقى بقول لك انواع العضلات قول لي 3، يا اما عضلات هيكليه، يا اما عضلات قلبيه، يا اما عضلات ملساء. ما الفرق بينهم؟ بص يا عم، اولا العضلات اللي حضرتك شايفها دي بيقولوا عليها عضلات، بنقسمها بقى يا اما عضلات مخططه يا اما عضلات غير مخططه. يعني ايه مخططه يا دكتور؟ يعني بتحتوي على نوعين من الخيوط: خيط رفيع اسمه اكتين وده بيترسم بطريقه رفيعه كده، وخيط سميك اسمه مايوسين وده بيبقى تخين كده. يبقى لو لقينا العضله بتاعتنا فيها خيط رفيع اسمه اكتين وخيط تخين اسمه مايوسين قول عليها عضله مخططه. طب العضله يا ابني ولا فيها اكتين ولا فيها مايوسين قول عليها غير مخططه. بص بقى بيني وبينك، كل عضلات مخططه في الدنيا، كل اي عضله مخططه ما عدا الملساء. بص العضله الملساء غير مخططه، انما القلبيه مخططه، الهيكليه مخططه. يبقى هنكتب هنا ملحوظه تنجز لك الدنيا. بص جميع العضلات مخططه ما عدا الملساء. شكرا. طب بص، قسمنا العضلات برضو على حسب، في عضله حضرتك بتتحكم فيها فبيقولوا عليها اراديه، وعضله ما بتتحكمش فيها فبيقولوا عليها لا اراديه. ماشي؟ بص يا عم، اي عضله حضرتك بتتحكم فيها قول عليها اراديه، اي عضله ما بتتحكمش فيها قول لا اراديه. يعني اديك مثال: العضلات الهيكليه، العضله اللي ماسكه في العظم، هيكليه يعني ماسكه في العظم. ينفع انا واقف كده بدايه تعمل كده اقول لك معلش، او انت ماشي او مديك بالشلوت اقول لك معلش اصل رجلي خبطت لا ارادي؟ هنعملهم على بعض، دي كلها عضلات بتحكم فيها قول عليها اراديه. انما العضلات القلبيه، عضله القلب، هل انت بتتحكم في قلبك؟ هو من مين يا ابني بيتحكم في قلبه يا ابني؟ العضله القلبيه ينفع تقول لقلبك خلاص بقى انت بقالك 17 سنه بتنبض ريح لك شويه؟ القلب شغال على طول من وانت لسه جنين، القلب لسه شغال الى ان ياتي القدر المهم نروح الجنه يا ابني. العضلات القلبيه هي عضلات لا اراديه، انما الهيكليه بتحكم فيها. العضلات الملساء لو انت عرفت مكانها هتقول اراديه ولا لا اراديه. موجوده فين؟ القناه الهضميه ما بتحكمش فيها المثانه البوليه ما بتحكمش فيها الاوعيه الدمويه ما بتحكمش فيها. سعودي يا دكتور بس المثانه البوليه احنا بنتحكم فيها. لا بص ركز كده حماده، المثانه البوليه يالا العضلات اللي مبطناها دي ملساء ما بتحكمش فيها. هنا بقى في صمام عباره عن عضله اراديه دي اللي انت بتتحكم فيها، انما باقي العضلات بتاعت المثانه لا اراديه. يبقى دي كلها لا اراديه، يبقى الياف عضلاتها لا اراديه، مكانها قناه هضميه، مثانه بوليه، اوعيه دمويه. اهم حاجه عندي في العضلات الهيكليه يا جماعه انها عديده الانويه، والحته دي انا مش موجوده عندك في السلايد بس دي مهمه لثالثه جدا. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني لو رسمت لك عضله هيكليه كده يالا هتلاقي فيها نواه، انويه. وملاحظ حاجه ان النواه تقع بالقرب من غشاء الخليه. لو عايز تعرف الغشاء ده اسمه ايه عشان هناخده في ثالثه، اسمه ساركوليما. يبقى غشاء العضله لو عايز تعرفه اسمه ساركوليما. بالله عليك يا اخي مش النواه اسفل الساركوليما؟ النواه تقع بالقرب من الساركوليما. العضلات الهيكليه تتميز بانها لديها فروع. بص تلاقي الفرع اهو
اهو العضله دي ودي الليفه والليفه ماسكه في فرع، وبيبقى فيها قرص كده قرص كده قرص تخين. الاقراص دي اسمها اقراص بينيه، ودي بتخلي القلب يشتغل كوحده وظيفيه واحده، وقلنا دي موجوده في القلب. العضلات الملساء خلايا مغزليه وحيده النواه، نواتها مركزيه. يا سلام، خلايا مغزليه وحيده النواه، نواتها مركزيه. يا سلام. يبقى الحته دي مهمه، الحته دي مهمه جدا. سلايد عالمي. خش بقى في الجد بقى، الجد منه بقى، الخلايا العصبيه والانسجه العصبيه. بص يا حبيبي، لو انا عايز امسك القلم بيجي عصب سيال عصبي، اشاره كهربيه تروح لعضله الايد، تقوم الايد تشتغل تمسك القلم. لو انا عايز اسيب القلم تقوم تيجي اشاره عصبيه من المخ والحبل الشوكي، عصب ماسك كهرباء، سيب القلم، تقوم انت سايب القلم. الله، يعني كل حاجه في جسمك بتقع تحت سيطره هذا المنظر او هذه الخلايا العصبيه. اولا يا جماعه، المنظر الحته دي كده، الجزء اللي حضرتك شايفه ده كده اسمه جسم الخليه العصبيه. يبقى دي الراس دي، شايفين الراس دي؟ دي اسمها ايه بقى؟ الراس دي اسمها جسم الخليه العصبيه. الجسم نفسه بيتقسم لكذا حاجه. الفروع دي بيقولوا عليها زوائد شجيريه. دي الزوائد اللي بتستقبل الكهرباء، يعني الكهرباء بتجيلها من هنا وبعد كده تمشي تخش على جسم الخليه. طبعا دي نواه، والميه اللي حواليها اسمها نيوروبلازم او سيتوبلازم. الجزء ده كده اسمه محور. هتقول لي امال ايه الخلايا دي؟ الخلايا دي اسمها خلايا شوان، اكتشفها عالم اسمه شوان. خلاص؟ وعليها ماده عازله للكهرباء، بحيث ان السيال العصبي لما يمشي يقوم ماشي كده، ينط ينط. السيال العصبي الكهرباء تمشي، الكهرباء تمشي بسرعه. الماده العازله دي اسمها مايلين. اسمها ايه؟ ماده المايلين. التفرعات دي في الاول ولا في الاخر؟ لا، التفرعات دي في الاخر، فبيقولوا عليها يا جماعه التفرعات النهائيه. تاني رسمه واضحه. يبقى كده جسم الخليه عباره عن زوائد شجيريه، نواه سيتوبلازم، المحور اللي هو الفرع الكبير، والمحور ده ممكن طوله بيوصل لمتر. الخلايا اللي جوه الصفرة اسمها خلايا شوان، وعليها ماده اسمها مايلين عازله للكهرباء عشان الكهرباء تنط. خلاص؟ تمام. والتفرعات اللي في الاخر اسمها التفرعات النهائيه. لو انت ملاحظ حاجه، بص على الرسمه كده. لو دي شوان ودي شوان، مش ملاحظ ان في فراغ في النص؟ بص، شوان وشوان، في حته فراغ في النص كده. العقد اللي في النص دي اكتشفها عالم اسمه رانفييه، فسموها عقد رانفييه. لو عايز تعرف اسمها، مش عايز فكك، عقد رانفييه. خلاص؟ دي اللي بتستقبل الكهرباء. ماشي يا ولاد؟ اوكي. انواع الخلايا العصبيه، سلايد عالمي محترم. الخلايا العصبيه يا جماعه في منها 3 اصناف. خلايا عصبيه حسيه، وخلايا عصبيه حركيه، وخلايا عصبيه موصله، وقلنا النوع بقى الرابع اهو، خلايا عصبيه مفرزه. يبقى دول عباره عن 4 انواع. تعالى كده نبص مع بعض. اولا ده صباع ايد حضرتك، صباع 2 3 4 5. اشمعنى الصباع ده حضرتك مكبره؟ دخل فيه مسمار، اتغذيت. طب وبعدين؟ ده كده المخ والحبل الشوكي. الحبل الشوكي اهو. خلي بالك بس من حاجه يا صديقي العزيز، الحبل الشوكي ده بيقولوا عليه كده الجهاز العصبي المركزي. يبقى اي حاجه هتيجي في النص دي اسمها الجهاز العصبي المركزي. العضو اللي اتعور ده بيسموه عضو الاستقبال، ولما بيتحرك او يستجيب بيقولوا على عضو الاستجابه. حلو. ودي العضله اللي هتحركه ان شاء الله، العضله دي اسمها عضو الاستجابه. يلا حضرتك اتلسعت او اتغذيت او اي حاجه بقى حصلت، قلت ايه اللي حصل؟ خلايا عصبيه حست ان انت اتعورت، فنقلت الاحساس الى الحبل الشوكي والمخ، الجهاز العصبي المركزي. يبقى دي اسمها خلايا عصبيه حسيه. اشرح لي الخلايا العصبيه الحسيه طالعه منين ورايحه فين؟ قول لي طالعه من عضو الاستقبال ورايحه للجهاز العصبي المركزي. يبقى لما اقول لك عرف الخلايا العصبيه الحسيه، قول لي تربط بين تربط بين مين ومين؟ عضو الاستقبال والجهاز العصبي المركزي. جميل. طب وبعدين؟ الخلايا العصبيه الحسيه قالت يا حبل شوكي الولد اتعور، انا حاسس ان الولد اتعور. تقوم تيجي خلايا عصبيه توصل هذا الاحساس، توصله. يبقى السوده دي اسمها خلايا عصبيه موصله. هتوصله لمين؟ لخليه تانية قاعده هنا يا ولاد اهي، اسمها الخليه العصبيه الحركيه. تاخد اوردر الحركه وتبعته للعضلات. يا عضله اشتغلي، اتحركي، الولد اتعور.
يقوم الواد يشيل ايده. بص 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 اللي حصل، حطيت ايدي على حاجه سخنه، يقوم خلايا عصبيه حسيه حست ان انا اتلسعت، قامت بعت اشاره للمخ والحبل الشوكي، قام بعت خلايا عصبيه موصله، قامت الموصله رايحه موصله الكلام للحركيه، قامت الحركيه طالعه من الجهاز العصبي المركزي ورايحه لعضلات الدراع وقالت لها اتحركي بسرعه بعيد الحته دي هتتلسعي، قامت ايديها عامله كده. كل ده حصل في اقل من جزء من الثانيه. قول سبحان الله. انت ملحد، قول سبحان الله يا قلبي. ماشي. يبقى الخلايا العصبيه الموصله قولي دي تعمل على توصيل بين الخلايا العصبيه الحسيه والحركيه. طب الخلايا العصبيه الحركيه دي طالعه منين؟ من الجهاز العصبي المركزي ورايحه لعضو اسمه عضو الاستجابه. طب يا دكتور الخلايا العصبيه ايه المفرزه دي؟ ان شاء الله هنعرف ان في خلايا عصبيه في ثالثه ثانوي ان شاء الله بتفرز هرمونات. يبقى دي مفرزه لانها مسؤوله عن افراز وتصنيع الهرمونات. خلاص؟ وهنعرف الكلام ده بقى لما نطلع ثالثه بالتفصيل الممل ان شاء الله تعالى. عندك بقى حاجه اسمها التشابك العصبي. عشان مش نتطرق للموضوع ده، فانا بس اللي عايزك تعرفوا لي في حته التشابك العصبي ده ان ممكن العصب ده عصب يتصل بعصب اخر، عصب ماسك في عصبه، فبيقولوا التشابك ده عملوا تشابك ما بين عصب وعصب، فبيقولوا عليه تشابك عصبي. طب يا دكتور اتش لو افرض مثلا عصب اتصل بعضله اهي، عملوا تشابك، فبيقولوا عليه تشابك عصبي عضلي. طب افرض يا دكتور اتش عصب اتصل بغده، فبيقولوا على التشابك ده تشابك عصبي غدي. يبقى اللي عايزك تعرفه ان العصب ممكن يروح ينقل الاشاره لعصب زيه، يبقى عصب ماسك في عصب بيقولوا عليه عصبي، او ممكن العصب ينقل الاشاره لعضله فبيقولوا عليه عصبي عضلي، او ممكن العصب يمسك في غده فبيقولوا عليه عصبي غدي. ايه اللي بيحصل بقى عشان الاشاره تتنقل؟ ومضخات الصوديوم والبوتاسيوم والقصص دي ان شاء الله مش هتطرق ليها في التأسيس، لان باذن الله ان شاء الله هتتشرح ليك بالتفصيل في بدايه السنه. انا عايزك تعرفوا بس ان ممكن يحصل تشابك اهو. ايه اللي بيحصل؟ عندك هنا في تفرعات اهي، خلايا عصبيه فيها تفرعات، الكره دي التفرعات دي اهي، هي الكره دي، يبقى ده اسمه تفرعات نهائيه. خلاص؟ والخلايا العصبيه دي مثلا او الخلايا العضليه، هي الخلايا العضليه هي الحته اللي تحت دي، فهي الرسمه دي تعبر عن تشابك ما بين عصب وعصب او عصب وعضل. لسه بقى ان شاء الله شرح الرسمه وتفاصيلها باذن الله سنتطرق ليها ان شاء الله تعالى في الكورس او مع بدايه السنه. ماشي يا دكاتره. دلوقتي بقى نتكلم عن حاجه اسمها انواع الخلايا. عندنا نوعين من الخلايا يا دكاتره، خلايا اسمها الخلايا الجسديه وخلايا اسمها الخلايا الجنسيه. تعال بقى نعرف الفرق ما بين الخلايا الجسديه والخلايا الجنسيه. ايه الفرق؟ والله يا ابني بص، كلمه ورد غطاها. الخلايا الجسديه هي اي خليه ليس لها علاقه بالامشاج. اي خليه ليس لها علاقه بالحيوان المنوي ولا بالبويضه قول عليها جسديه. يعني الشعر جسديه، الاظافر، الاربطه، الاوتار، المعده، الامعاء، البنكرياس، الطحال، الجلد، اي حاجه بقى ليس لها علاقه بالامشاج قول عليها جسديه. الخلايا الجسديه دي يا جماعه بيحصل لها عمليه نمو وتمايز، خلاص، واصلاح تلف في الانسجه. حضرتك ممكن تتعور او ضفرك بعد الشر يتشال يطلع لك ضفر تاني. حضرتك كان عندك 5 صوابع وانت لسه عندك شهر شهرين صغيرين، دلوقتي ما شاء الله صوابعك بقت قد كده، حصل لك نمو. حلوه نمو دي، حصل لك ايه؟ نمو. مين بقى الانقسام اللي بيعمل لك نمو؟ خلينا بس كده مع بعض، لان احنا ان شاء الله باذن الله لو ربنا يسر الحال والمنهج طبعا زي ما هو هنبقى ناخد باب التكاثر. ففي التكاثر هنتطرق لنوعين من الانقسام، واحد اسمه ميتوزي والتاني اسمه ميوزي، ولازم يتشرحوا في نفس الوقت بالتفصيل. دلوقتي انا عايزك تعرف لي ان الانقسام اللي بيعمل نمو والتضاعف بالته
في عدد الخلايا عشان إصلاح التلف. تضاعف بالت اسمه ميتوزي بحرف الت. يعني ايه الكلام ده؟ خلية 2 نون، كلمة 2 نون يعني عندها المعلومات الوراثية كاملة، يعني 46 كروموسوم. طبعا الإنسان عنده 46 كروموسوم، كروموسوم اللي هو المنظر ده اسمه كروموسوم. خلاص؟ يبقى ده اسمه ايه؟ المنظر ده مشبك ده كروموسوم، ده دي ان ايه وده دي ان ايه على فكرة. يبقى ده اسمه دي ان ايه وده اسمه دي ان ايه. 2 نون دي لما اكتب لك 2 نون يعني عندها المعلومات الوراثيه كامله 46 كروموسوم، ولكن دي خليه من خلايا صوابع حضرتك. عايز تعمل ميتوزي هتتقسم لخليتين، خليه دي 2 نون ودي 2 نون. اسال سؤال، دي 46 ودي 46. قال لا دكتور ده اسمه ايه الانقسام ده؟ والله الانقسام ده بدل ما انا معايا خليه بقى معايا خليتين، يعني العدد بتاع الخلايا تضاعف. يعني عمل تضاعف في العدد ولا ماما ميتوزي. بس في حاجه، ازاي الخليه دي 46 كروموسوم ودي 46 كروموسوم ودي 46 كروموسوم؟ ما لو دي 46 فدي بقت 46 يبقى دي المفروض تبقى صفر. والله ما لو دي 46 دي خدت ال 46 يبقى دي المفروض ما تاخدش حاجه. ازاي دي 46 ودي 46 ودي 46؟ ما انا عايز اقول لك بقى انه قبل الانقسام تتضاعف المادة الوراثية. يعني أنا هنقسم صح، بدل ما أنا معايا 46 الصح إنه يبقوا 92. ليه بقى يبقوا 92؟ عشان لو هنا 92 دي هتاخد 46 ودي هتاخد 46، يبقى حتى تحصل كل خلية على نسخة طبق الأصل من الخلية الأم. في مشاكل؟ لا، بدي خلايا جسدية تنقسم ميتوزي، ولكن هي بتعمل تضاعف في عدد الخلايا، بس في ثبات في المعلومات الوراثيه والدي ان ايه. يعني هنا 46 هنا 46 هنا 46. يبقى افتكر الميتوزي بالت، كلمتين بالت، تضاعف بالت بس ده في عدد الخلايا. هتشوف تضاعف في الماده الوراثيه لا يهبل، هي 46 46 46، ولكن ثبات في عدد الصبغيات. حلو قوي. خلايا الجنسيه بقى دي زي البويضه والحيوان المنوي. دي بقى زي البويضه والحيوان المنوي. الخلايا الجنسيه بقى دي جايه منين؟ قال لك بص يا عم، الخصيه 46 كروموسوم تقوم عامله انقسام ميوزي، يبقى الميوزي ده اللي بيطلع الخلايا الجنسيه. حلو. ميتوزي اللي علاقه بالخلايا الجسديه. وطبعا الحاله دي مش صح، لان ناخد في التكاثر ان في ميتوزي بيطلع خلايا جنسيه زي دوره حادث تراخص، هنعرف الكلام ده ان شاء الله بعدين. الانسيريديا ده عضو مذكر بيطلع حاجه اسمها السابحات المهدبه شبه الحيوان المنوي بالميتوزي، ودي كانت حاله شاذه. فانت بس يعني انا عايزك بس دلوقتي تمشي الدنيا، مشي الدنيا معايا، ليسها كده لغايه لما نخش ان شاء الله باذن الله على خير ونبتدي نفهم بقى شويه تريكات في النص بالتفاصيل. انما المعلومات دي ما ينفعش تخش ثالثه يا ابني وانت مش عارفها. بص خلي بالك، الكورس التاسيس ده فيصلي خطير، هيوديك في حته ثانيه، فما ينفعش المعلومات دي تخش وانت مش عارفها. خلاص. خصيه 46 كروموسوم مثلا بتعمل انقسام ميوزي وتطلع لك حيوان منوي 23. شلنا نص المعلومات. فبقول على الانقسام ده انقسام ميوزي او ليه اسم تاني اسمه انقسام اختزالي، انه بيختزل عدد المعلومات الوراثيه. الحيوان المنوي طبعا بيبقى عباره عن راس وعنق وقطعه وسطى وديل لو عايز تعرف شكله. خلاص. طب وبعدين المبيض في الانثى ده العضو المؤنث 46 من نون بيعمل انقسام ميوزي ويشيل نص المعلومات ويدي بويضه نون طبعا 23 كروموسوم. خلاص. يبقى ده المسؤول عن تكوين الخلايا مين؟ الجنسيه الميوزي. خلاص. اعرف ان الميتوزي بيطلع خليتين بشكل مبدئي، انما الميوزي ده اسمه ميوزي اول وده اسمه ميوزي تاني. بيبقى الميوزي بيتم على مرحلتين، ميوزي اول وتاني، بس احنا بنقول ميوزي يعني فاهم. فالميوزي نهايته النت ريزلت بتاعته طلع كام خليه؟ 4 خلايا. يبقى خلي بالك الميتوزي ديته بيطلع 2. الميوزي الخليه الواحده بتطلع كام في الاخر؟ 4 خلايا على مرحلتين، مرحله اسمها ميوزي اول ومرحله اسمها ميوزي تاني. وباذن الله تعالى المراحل دي هتتشرح لك باذن الله في بدايه السنه. بس انا برضو في الكورس التاسيسي بقول لك المعلومات اللي انا عايزها هتخدم على شغلي قدام. ما ينفعش اديك كل حاجه دلوقتي، وهي دي بقى فرق الخبره، انك لازم تكون عارف اشرح لك ايه وفين وامتى. ففوق معايا لو سمحت، فوق معايا.
يبقى دي كده الخلايا الجسديه ودي كده الخلايا الجنسيه. عندي حالات اسمها الحالات الكروموسوميه الشاذه. ايه بقى قصه الحالات الكروموسوميه الشاذه دي؟ ركز كده معايا لو سمحت واديني تركيزك. اولا يا دكاتره عشان نشرح الحالات الكروموسوميه الشاذه، فانا الاول بسم الله الرحمن الرحيم عايزك تعرف تركيب الانثى الطبيعيه والذكر الطبيعي. اولا يا دكاتره احنا عندنا طبعا 46 كروموسوم. دول متقسمين ازاي؟ متقسمين كالتالي: 44 زائد 2، ما هو 44 و2 46. الاثنين دول بقى بيقولوا عليهم الكروموسومات الجنسيه، ممكن تبقى اكس اكس وساعتها يبقى انا بتكلم عن انثى، او يمكن يبقى تركيب ال 46 كروموسوم 44 زائد اكس واي، واي بوي اخرها واي، يبقى افتكر ده تركيب الذكر. يبقى خلي بالك بقى الستات الطبيعيه 44 زائد اكس اكس، ال 44 دول بيقولوا عليهم كروموسومات جسديه، انما دول الاكس اكس دول بيقولوا عليهم كروموسومات جنسيه. طب يلا ها، ال 44 دول بيقولوا عليهم كروموسومات جسديه، انما دول بيقولوا عليهم كروموسومات جنسيه. دكتور هو ينفع راجل يبقى مثلا تركيبه 44 زائد واي واي؟ لا، الاكس لازم للحياه، يعني واي 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 ده يموت، واي يموت، مش ينفع، لازم يبقى في اكس في الموضوع. يبقى خلي بالك بقى ايه اللي حصل. الست دي هتعمل انقسام ميوزي وتطلع بويضه. يلا يا عم اعمل انقسام ميوزي، مثلا 44 دي هتبقى 22، والاكس اكس هناخد منها واحده تبقى اكس، ال 44 هتبقى 22 والاكس اكس خد منها واحده تبقى اكس. والله يا ابني ما ده عدل ربنا، احنا هنقسم بالتساوي، 22 زائد اكس و22 زائد اكس، يبقى دي اسمها بويضه سليمه ودي اسمها بويضه سليمه. حد عنده مشاكل؟ لا. طب يلا تعالى نعمل ميوزي ونطلع الحيوان المنوي. 44 هتبقى 22، 44 هتبقى 22 اكس وواي، هنا بالحظ بقى ده ياخد اكس وده ياخد واي، يبقى ده كده اسمه حيوان منوي سليم، ودي اسمها حيوان، او ده اسمه حيوان منوي سليم. خلي بالك بقى المسؤول عن تحديد الجنس هو الحيوان المنوي. ليه؟ الحيوان المنوي اللي قبل البويضه لو كان اكس يبقى الجنين هيبقى، ما هي كده كده البويضه دايما اكس، يبقى اكس اكس يبقى انثى، ولو الحيوان المنوي اللي قبل البويضه كان واي يبقى الجنين هيبقى اكس واي وساعتها هيبقى ذكر. امال يا دكتوره المشكله فين؟ ركز بقى معايا عشان نفهم المشكله فين. المشكله في التالي: اثناء تكوين البويضات الاكسات دي كانت بتحب بعض، اختي ما اقدرش اسيبك، لا، وقام الاكستين دول رايحين عند البويضه دي فبقت بويضه شاذه، بايظه فيها 2 اكس، ودي يعني غلبانه ما خدتش حاجه بقت 22 زائد 0. يا حلاوه، يبقى دي كده بويضه ايه برضه؟ بايظه اهي. يلا بينا بقى تعالى نشوف الفيلم ده هيخلص على ايه. نجوز بقى البويضات البايظه للحيوانات المنويه السليمه، وساعتها يا باشا هيحصل الامراض اللي هنشرحها دلوقتي. تعال ناخد مثلا يلا 22 زائد اكس اكس مع 22 زائد اكس هيطلع ايه؟ 22 زائد اكس اكس مع 22 زائد اكس، احنا خدنا ده مع ده، فاهم؟ هيطلع كائن 44 زائد اكس اكس اكس. يا دي النيله، الست الطبيعيه 44 زائد اكس اكس، دي 44 زائد اكس 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 بيقولوا عليها سوبر فيميل، سوبر ما شاء الله، فائقه الانوثه، فيها 3 اكسات، حاله اسمها التضاعف الجنسي. يبقى الحاله دي اسمها حاله التضاعف الجنسي، وده مرض طبعا فكك منه، ده مش علينا في ثالثه خلاص دلوقتي يعني. طب يلا هناخد 22 زائد اكس اكس دي مع 22 زائد واي. يلا يا عم 22 زائد اكس اكس مع 22 زائد واي، اجمع 22 و22 44 اكس واكس واي، اكس اكس واي 44 45 46 47. يا ساتر يا رب، الشخص ده عنده 47 كروموسوم. اولا في واي يعني ذكور، انه لا ذكر ولكن عنده اكسايه زياده. هو بص الذكر تركيبه 44 زائد اكس واي، ده اكس اكس واي اسمه ذكر كلاين فيلتر. ده شخص عقيم عنده صفات انثويه وتخلف عقلي وكبر في حجم الثدي، خلفش. حلو، ده اسمه ذكر كلاين فيلتر. طب تعالى نمسك بقى يلا 22 زائد 0 مع 22 زائد اكس. يلا يا عم 22 زائد 0 مع 22 زائد اكس.
22 و22 44 زائد اكس 0 44 1 45. البنت دي اولا هي انثى عشان اكس عندها 45 كروموسوم، وانا المفروض يبقى عندي 46 كروموسوم. عشان دي انثى سميناها انثى ترنر. عقيمه سليمه العقل توديك في حته ثانيه، ولكن لا تصل الى مرحله البلوغ وعندها مشاكل في القلب والكليه. دي اسمها انثى ترنر 44 زائد اكس. طب هات لي 22 زائد 0 وحطها لي مع 22 زائد واي كده. 22 زائد 0 مع 22 زائد واي هيطلع 44 زائد واي. هذا الكائن يموت لان ما عندوش اكس، ما ينفعش حد يعيش بواي. يبقى انت كده يا باشا المفروض ان حضرتك فهمت حالات الكروموسوم الشاذ. داون مش عايزها دلوقتي. حاله داون ده بيبقى عنده مشكله اصلا في الكروموسوم الجسدي رقم 21 وليس الكروموسوم الجنسي. وليس الكروموسوم الجنسي. اللي عايز يعرفه يعني تركيبه بيبقى 45 زائد اكس اكس او بيبقى 45 زائد اكس واي. حالات داون مش عليك قوي، فكك منها خالص. انا اهم حاجه عندي دلوقتي كلينفلتر وترنر. كلينفلتر حد فاكر؟ يلا ولا كلينفلتر كان تركيبه 44 زائد اكس اكس واي، كان عقيم وعنده تخلف عقلي وعنده كبر في حجم الثدي. خلاص. طب انثى ترنر كان تركيبها 44 زائد اكس، طبعا ده كان عنده 47 كروموسوم، انما دي كان عندها 45 كروموسوم. طبعا الست دي كانت عقيمه ولكن سليمه العقل. طبعا عندها لا تصل الى مرحله البلوغ، وكان عندها مشاكل على مستوى القلب والكليه، مشاكل في القلب والكليه. وبكده يا حبايبي تنتهي المحاضرة الأولى الإتشاوية في الكورس التأسيسي. أنا طالب منك إيه؟ طبعا البي دي إف أنا هبعته لحضراتكم وهحط اللينك عندك في أو البي دي إف عندك في الديسكريبشن، تقدر إن أنت تطبع البي دي إف، وعايزك تفرغ ورايا كل تريكاية وتكتب معايا كل ملحوظة مع كوباية شاي رايقة، وتستعد لفيديو حل المنصة وللكويز الإتشاوي اللي هيبقى كمان 3 أيام على المحاضرة الأولى. اشوفكم على خير ان شاء الله في ميعادنا زي ما نزلنا ان شاء الله على البيج اللي هينزل فيه المحاضرة الثانية بإذن المولى عز وجل. دمتم بخير، معانا الأحياء غير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.